السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو رقم 5 في سلسلة المحاسبة الحكومية، وهو متعلق بجزء المحاسبة الحكومية الفيديو الثاني. احنا كنا اتكلمنا في اول فصل عن الموازنة العامة للدولة وخلصناها. النهاردة هنتكلم عن موضوعين، الحقيقة مش موضوع واحد، وهما موضوعين بيقال عنهم انهم تقال، بس بعد الفيديو ده هأكد لك ان هما مش تقال ولا حاجة، وهم المتحصلات والمدفوعات. تقول لي ايه ده يا ابو حميد؟ هناخد الفصلين دول في فيديو واحد؟ اقول لك وكمان هتندهش بانك في الاخر فهمتهم فهم عميق جدا، وبقى عندك اصلا فهم عام لمجريات الاسئله اللي ممكن يلعب معاك فيها وازاي تحلها من غير اي صعوبة. بس عشان الفيديو ده تستفيد بيه بأقصى قدر ممكن، فأنصحك بتعمل 3 حاجات، لأن الفيديو ده هيكون مشروح بطريقة مختلفة شوية عن اللي أنت متعود عليه، والكلام اللي أنت هتسمعه هنا هيكون أول مرة تسمعه بالطريقة دي. فعشان تستفيد بالطريقة دي بأقصى استفادة، أقترح عليك إنك تتفرج على الفيديو ده 3 مرات. زي ما سمعتني 3 مرات. الفيديو المرة الأولى هتسمعه كاملا من غير ما توقف، بحيث انك تستوعب الصورة الكاملة ويتم اجراء عملية جوه عقلك بجميع احداث الفصلين دول. اما الجزء الثاني من مذاكرتك هيكون عبارة عن انك هتبدأ تسمع الفيديو ده تاني، ولكن هتجزأه. يعني هتسمع كل نقطة وهتبدأ ان انت توقف، هتعمل بوز، وبعد ما تعمل بوز هتبدأ ان انت تمسك ورقة وقلم بايدك. لازم تمسك ورقة وقلم بايدك وتبدأ ان انت تكتب اللي احنا قلناه، مش انت تاخد نوتس. لا، انا عاوزك تعيد صياغته جوه عقلك وتعمله بطريقه خاصه بيك، او انك على الاقل تعيد نفس الكلام للمره التانية، حتى لو هتحفظه وتعيده تاني بس وتكون فاهمه مني قبلها. يعني افهمه مني الاول وبعد كده ابدا عيده تاني بشكل حفظ، مفيش مشكله، بس اهم حاجه تكون فاهمه. الفيديو ده هيكون دسم جدا، فاقترح عليك كوبايه شاي او قهوه او مشروبك اللي انت بتحبه، ويلا بينا بسرعه عشان وقتك ضيق. يلا بينا. طيب يا صديقي، قبل ما نبدا الفيديو ده انا عاوز احكي لك قصه صغيره تفهمك مجريات الاحداث في الفصلين دول هيكون ماشيين ازاي. باختصار يكاد يكون مخل. كل الموضوع ان انت عباره عن محاسب جوه وحده. الوحده دي المفروض انها وحده حكوميه. الوحده دي ممكن تكون مدرسه، مستشفى، صيدليه، اي منشاه او وحده حكوميه انت محاسب فيها. حتى شركه، مش فارق اطلاقا ايه نوع الوحده، ولكن انت في وحده حكوميه. في الوحدة الحكومية دي انت بيحصل معاك حاجة من اتنين. بيحصل معاك معاملة من اتنين، او بيحصل معاك كمحاسب حاجتين. حاجة اسمها تحصيل، فبالتالي انا بسميها متحصلات. تحصيل اي ان انا باخد فلوس، او ان انا بحصل فلوس. والمعاملة التانية اللي انت بتعملها كمحاسب جوه الوحدة دي هي انك تدفع، وعشان احنا بندفع فسميناها مدفوعات. لوجيكال جدا يا عم احمد، ما قلتش حاجه دي. الوحده الحكوميه دي بقى لما اجي اتعامل واعمل معامله من الاتنين دول اللي هم التحصيل او الدفع، بعملهم مع مين يا ترى؟ ممكن اعملهم مع شركات او ممكن اعملهم مع اشخاص. يعني ممكن الشخص ده صاحب شركة، او انه شخص بعين في ما بينه وما بينه معاملة معينة، سواء بالتجارة او بخدمة انا بقدمها له، او هو حتى بيقدم لي خدمة، ايا يكن في معاملة. او انها ممكن تكون مع شركة تانية، والشركة التانية دي ممكن والله تكون شركة حكومية وممكن تكون شركة خاصة. مش فارق اطلاقا ايه نوع الشركة، المقصود ان هي تعامل ما بين وحدتين، واحدة فيهم حكومية والتانية فيها اي حاجة، في طرف تاني في التعامل، بغض النظر مين اللي بيتعامل معاه. وغالبا يا صديقي شكل التعاملات دي مش هيخرج بره حاجه من التلاتة، وهما ان يكون في ما بينك وما بينه خدمه رايحه جايه. ممكن انت اللي تكون بتقدم الخدمه للطرف التاني، او هو اللي بيقدم لك خدمه. لو انت اللي بتقدم له هيدفع لك ويبقى انت بتحصل، لو هو اللي بيقدم لك يبقى هو اللي هياخد منك فلوس، بالتالي انت هتدفع له فلوس. وممكن يكون في ما بينك وبينه تجاره، فممكن انت بتبيع او بتشتري. وممكن يكون في ما بينك وما بينه ضرائب او غرامات، وهنا ممكن تكون ما بينك وما بين الدوله، وممكن تكون انت اصلا اللي فارض الضرائب. فبالتالي الثلاث تعاملات دول او الثلاث اشكال دول، سواء انت اللي بتعملهم او بيتعملوا معاك، ده الشكل العام لكل انواع المتحصلات او المدفوعات اللي انت ممكن بتتعامل بيها. كلام بسيط وسهل، كلام بسيط وسهل. طب انا مطلوب مني ايه في البابين او الفصلين دول يا ابو حميد؟ ممكن حتى ما اقولكش ايه المطلوب منك وانت تبدا تستنتجه لوحدك. هتقول لي ازاي؟ اقول لك والله انا قلت لك ان في متحصلات. اول سؤال هيجي في بالك، انا هحصل ايه؟ ده سؤال مهم، انا هحصل ايه فعلا. السؤال التاني، انا اللي هحصله ده هحصله ازاي حضرتك؟ يعني انا اللي انا هحصله ده، اي الطريقه اللي انا هحصله بيها؟ هحصله كده وخلاص؟ السؤال التالت، ان انا احصله فعلا ازاي؟ يعني انا لما اجي اعمل عمليه التحصيل بشكل فعلي هعمل ازاي دي؟ طب بالنسبه للمدفوعات اظن بقى الموضوع سهل. في المدفوعات نفس الاسئله. اول حاجه انا هدفع ايه؟ يعني انا هدفعه ده هدفعه بناء على ايه؟
ولما اجي ادفعه هدفعه ازاي؟ هتقول لي اخر حاجه هدفعه فعلا ازاي؟ اقول لك هنا في حته صغيره جدا في المنهج، وهي ان في عندنا في بعض الاحيان رقابه على بعض المدفوعات. يعني احيانا بنضطر ان احنا نعمل حساب اسمه حساب رقابه، وبيكون اسمها حسابات نظاميه. ايه لازمه الحسابات الرقابه دي؟ باختصار شديد هو انك تثبت للرقابه اللي جايه عليك كمحاسب حكومي ان انا المفروض هدفع، انا لسه ما دفعتش. تعالى نعمل مثال صغير على الموضوع ده. انا دلوقتي وليكن الوحده الحكوميه دي، انا محاسب في الوحده دي، عملت تعامل مع الشركه الفلانيه دي وليكن الشركه س. انا وليكن المفروض ان انا هدفع لي الشركه دي، هعمل عمليه دفع فتكون ضمن المدفوعات، هعمل لها عمليه دفع مقابل اي خدمه، وليكن انها تعمل لي صيانه مثلا الاثاث بتاع الشركه او الوحده الحكوميه بتاعتنا. حلو الكلام، حلو الكلام. انا عملت اثبات فعلي للعمليه الصيانه دي، ولكن انا لسه ما دفعتش، فبالتالي في الدفاتر بتاعتي ظاهر ان انا دفعت اوريدي، او ان انا عملت عمليه دفع، او ان انا متسجل عندي ان انا المفروض ادفع. هل انا دفعت؟ لا لسه. فلحد ما يتم عمليه الدفع، بحيث ان يكون المراقب اللي جاي بيشوف الدفتر بتاعك ما يقولكش فين الدفع اللي حصل، ما فيش حاجه طلعت من الخزنه، هتقول له هو المفروض ده هيحصل، احنا اثبتناه فعليا ولكن لسه ما تمتش عمليه الدفع. فعشان كده انا بعمل حساب مؤقت اسمه حساب نظامي، والحساب النظامي ده هو مجرد رقابه، حساب للرقابه، ان اللي جاي يراقب عليك يبقى فاهم ان الحاجه دي فعلا، المعامله دي احنا ان المعامله دي فعلا احنا ماشيين في الطريق بتاعها، ولكن هي لسه ما تمتش. فلحد ما تتم بنعمل لها حساب اسمه حساب نظامي عشان المراقب ما يتوهش. ده اختصارا، وده كده على فكره احنا خدنا في جزء كبير من الشرح العميق، ركز معايا في كل التفاصيل الصغيره عشان تلم بيها. واخر حاجه يا صديقي، وهي هدفع فعلا ازاي هتمم عمليه الدفع دي، ان الفلوس تتحول يعني. باختصار دي الاسئله اللي اي حد ممكن يتوقعها او اي حد ممكن يخمنها بمجرد ما اقول له على اسم الدرسين بس، من غير اي حاجه تانية. بس انا برضو ما فهمتش انا هعمل ايه في الفصلين دول. والله الاسئله دي هم الاسئله اللي بنسميها مفاتيح الفهم العميق. يعني مجرد ما تفهم الاسئله دي كويس والاسئله دي كويس، انت هنا بقى عندك فهم عميق للاجزاء بتاعه المنهج، وما بقاش بيحصل معاك اي لبس في الاسئله اللي فيها شويه عمق. طب انا عشان اكون ملم بالاجزاء اللي بتديني درجات في الامتحان، ايوه كده خش عليا يا ابو حميد، اقول لك تفهم 3 حاجات. الحاجه الاولى وهي ان يكون عندك معرفه باسماء الحسابات الاساسيه والمساعده، ويكون عندك قدرة على تحليل المعطيات. دي يبقى دي كده الحاجات اللي هتحطها في بالك وانت بتذاكر. تكون عارف ان عندك اهداف من المذاكرة، الاهداف بتاعتك وهو الهدف الاول تكون عارف اسماء الحسابات الاساسية والمساعدة، ويكون عندك القدرة على تحليل المعطيات. يعني باختصار تحفظ اسماء الحسابات الاساسية والمساعدة، وكمان تكون قادر تطلعهم من سياق السؤال فتقدر ان انت تحل بيهم. وما تقلقش، هنعرف اسماء الحسابات الاساسية والمساعدة وانا عارف ان هم كتير، ولكن كمان هنعملهم بشكل يكون سهل جدا في حفظه وتذكره، بل كمان هيسهل عليك حاجة تانية اسمها التكويد، هنتكلم عنها كمان شوية. تاني حاجة يا صديقي، وان يكون عندك فهم للقيود وترتيبها بشكل منطقي. وبالمناسبة القيود مش هنشتغل عليها هنا في الفيديو ده عشان الفيديو ما يطولش، وانا كمان شايف انه ملوش لازمة ان احنا يكون في جزء حل، لان ده جزء عملي او براكتيكال المفروض انت تمارسه بايدك. ولكن انا هفهمك القيود دي اساسا اتعملت ليه، هحطها لك في شكل خطوات ممنهجة وهنشرحها بشكل بسيط، وهتعرف انت ليه هي مترتبه بالشكل ده، والموضوع هيكون لوجيكال او منطقي جوه عقلك. ما انتش محتاج انك تحفظها، لان ببساطه مجرد ما تفهمها خلاص الموضوع هيبقى منطقي جوه عقلك. الحاجه الثالثه هو انك ازاي تعرف تحط الكود الخاص بكل حساب. وحقيقة في المنهج انا شايف ان الموضوع ده فيه نوع من كده مش عارف اقولها ازاي، ولكن الكود فعلا انت شبه مطالب انك تحفظ الكود لكل حساب من الحسابات الاساسيه والحسابات المساعده، وده انا مش معترف بيه. وهنا انا يعني عملت لك طريقه برضو انك ازاي تستنتج الكود ده من غير ما تحفظه، وهي اساسا دي الطريقه اللي فعلا متبعه في تحديد الكود ده من الاساس في المنشات الحكوميه او غيرها حتى من المنشات، لان دي اصلا طريقه معروفه بالنتورك او ان الشبكه. فانت كده يكون عندك فهم عميق لطريقه وضع الكود لكل حساب، وهتبقى فاهم ازاي بتيجي بسهوله وهتستذكرها في الامتحان بطريقه سهله. الحاجه الاخيره في المقدمه اللذيذه دي، وهي ان انت في المحاسبه الحكوميه بتتعامل بالقيود بس. في جزء المتحصلات والمدفوعات ده
المتحصلات والمدفوعات انت شغلك كله حرفيا قيود، يعني الاسئله حلها قيود بس، مفيش اي نوع من الحسابات التانية، اللهم في شويه حاجات بسيطه كده بيكون عباره عن معادلات هتستخدمها جوه القيود اليوميه. فانت لازم تكون عارف مبدئيا القيود اللي بتشتغل ازاي وازاي بنجيبها. فانا مش عايز شرح الكلام ده لان انت المفروض في ثالثه تجاره، مش محتاج ان انا اشرح ده. ولكن اللي جد هنا في المحاسبه الحكوميه وهو ان شكل القيد اتغير شويه، وهو بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده هو نفس الشكل القديم. عندك البيان وعندك خانه المساعد انت عارفها من قبل كده، والمدين والدائن، ولكن بنحط خط فوقها كده ونحط كلمه المبالغ. وعندك حاجه جديده عليكم اللي هي الخانه بتاعه الدليل المحاسبي اللي انت شايفها قدامك دي. ودي بالمناسبه اللي بنحط فيها الكود اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، واللي هنعرف ازاي تفصيلا نعمله بطريقه سهله. كده يا صديقي بقى عندك فهم عام للي احنا هنتكلم فيه اساسا من قبل ما نتكلم فيه. خلينا بقى نبدا واحده واحده نرد على الاسئله اللي احنا سالناها دي، وبعد ما نرد على الاسئله دي خلينا نخش على الدرسين الفعليين بتوعنا اللي هم المتحصلات والمدفوعات، ونعرف ازاي يكون الفهم ده مساعد ليك في حلك في الامتحان. يلا بينا نبدا. بص يا صديقي، اللي هنعمله كالاتي، ان احنا هنشوف كل سؤال من ده وهناخد اللي قباله. يعني هنقول الاول ازاي هنحصل، وبعد كده هنقول هندفع ازاي، وبعد كده هقول هحصل ازاي، وبعد كده هقول هدفع ازاي، وبعدين هنتكلم فهحصل فعلا ازاي، وبعد كده هدفع فعلا ازاي، وهنبدا في الاخر نتكلم عن موضوع الرقابه ده واللي هو موضوع بسيط جدا ما تقلقش. خلينا نشوف ازاي هنعمل ده، وكمان ازاي هنحط موضوع الاكواد لكل حساب. يلا سمي الله وركز معايا جدا في الجزء اللي جاي، عشان في جزء من التعقيد لو انت ما ركزتش، لان الطريقه دي جديده عليك وانت اول مره تشوفها. الدرس بتاعنا يا سيدي اسمه المتحصلات والمدفوعات، وانا عملت لك حاجه كده بسيطه كمساعده مني او مساهمه مني انك يكون الموضوع اسهل في المذاكره. لو قدرت انت تطبق اللي احنا نقوله ده بشكل فردي مع نفسك في البيت وانت بتذاكر، صدقني الدرس ده هيبقى سهل جدا. المتحصلات والمدفوعات يا سيدي زي ما قلنا هنرد عليهم في خلال السبع اسئله اللي فاتوا، والرد عليهم هيحتاج ان احنا نعرفك شويه معلومات عن المتحصلات والمدفوعات. المتحصلات والمدفوعات عندنا بنستخدم فيهم 6 حسابات اساسيه، وهم كالاتي: الحساب الاول وهو حساب اسمه حساب الموارد، ثاني حساب واسمه حساب الاستخدامات، ثالث حساب هو الحسابات المدينه. اظن الاسماء اساسا مش محتاجه شرح. موارد ماتيريال عندي حاجه انا بستخدمها، حاجه انا بملكها اقدر ان انا اتعامل معاها. استخدامات دي الحاجات اللي انا ببذل فيها مجهود او فلوس او وقت او ايا يكن. الحسابات المدينه ودي الحاجات اللي ليا او الحسابات اللي ليا، الفلوس اللي ليا، الخدمات اللي ليا ايا يكن. كمان عندك الحسابات الدائنه، والجزئين الاخرين عندنا او الحسابين الاخرين عندنا وهما الحسابات النظاميه المدينه والحسابات النظاميه الدائنه. فاكر حوار النظاميه ده وهو الرقابه، يبقى دي كده الحسابات الخاصه بالرقابه، انت اوريدي عارف من قبل ما نبدا. تعال نبدا واحده واحده. السؤال الاول بتاعنا وهو هنحصل ايه؟ كل اللي هنحصله يا صديقي اي حاجه احنا بنحصلها بالنسبه لنا في المنهج بنسميها ايراد على حد معلوماتنا الى الان. يبقى كل الموارد بتاعتنا او كل اللي احنا هنحصله عباره عن ايرادات. الايرادات دي يا صديقي عندنا في المنهج بتنقسم ل3 حاجات، يعني ممكن تكون الايرادات دي 3 انواع. النوع الاول عندنا اسمه الضرايب. الضرايب هنا مش المقصود بيها الضرايب اللي انا بدفعها، لان لو انا بدفعها ما تبقاش ايراد. لا، الضرايب هنا مقصود بيها الضرايب اللي انا بفرضها على العملاء بتوعي او حتى على الناس اللي شغالين عندي. تاني نوع من الايرادات عندنا وهي حاجه اسمها المنح، ودي عباره عن دعم خارجي، ممكن تكون من الدوله او من مساهم حابب ان هو يساعدنا، او اي نوع من انواع الدعم الخارجي بنسميها منح. وثالث ايراد معانا يا صديقي وهو حاجه اسمها الايرادات الاخرى، وده الحساب الثالث، وده اكتر حساب تقريبا بيستخدم في المسائل فركز فيه شويه. نيجي للضرايب بقى يا صديقي، فتلاقي ان انت عندك منها نوعين: ضرايب بتكون على دخول وارباح، وضرايب بتكون على الرواتب. احنا بنفرض ضرايب على دخول وارباح الناس وبنفرض على رواتبهم، فبالتالي احنا بناخد ضرايب على الحاجات دي. المنح مش محتاجين نعرف فيها اي حاجة. الايرادات يا سيدي وهي 4، في 4 ايرادات اخرى بنحطهم تحت حساب ايرادات اخرى. ايه هم؟ الحاجة الاولى حاجة اسمها عوائد ملكية، وخلي بالك حاجات اللي تحت اللي انت شايفها دي او اخر الخانات دي هي دي الحسابات المساعدة اللي احنا هنحتاجها، اما الجزء اللي فوق ده هي دي الحسابات الاساسية. خلي بالك عشان انا كده اساسا هشرح لك الحسابات الاساسية والمساعدة ووضع الكود كله بطريقة واحدة، وهنضرب كل العصافير دي بنفس الحجر، فركز معايا كويس جدا عشان توفر على نفسك كتير في المذاكره. الايرادات الاخرى منقسمه عندنا ل4
حسابات. الحساب الاول اسمه حساب عوائد ملكيه، الحساب الثاني اسمه حساب بيع سلع وخدمات، والحساب الثالث حساب اسمه غرامات وعقوبات، والحساب الرابع حاجه اسمها ايرادات متنوعه. تعالى واحده واحده. العوائد الملكيه دي ببساطه شديده يا صديقي، وليكن ان انا مستشفى لذيذه ظريفه حكوميه، انا محاسب في المستشفى دي، والله المستشفى دي عندها وليكن في مثلا صيدليه بتاعتها تبع المستشفى بتاعتنا الحكوميه دي، في هنا صيدليه، ادي يا سيدي الصيدليه. الصيدليه دي انا مش محتاجها حاليا كمستشفى او مانيش قادر استفيد منها، فانا مش هسيبها كده مركونه، هجيب شخص ظريف كده زي الفل، مع يعني مش عارف رجليه عامله كده بس ما علينا، يعني وصلت الصوره. الشخص ده هنأجر له الوحده دي، فالايجار اللي هو هيدفعه لمين؟ للمستشفى. ما هو الايجار ده بيسمى عائد، تمام. طب العائد ده بسبب ايه؟ بسبب ملكيتي، صح كده؟ بسبب ملكيتي لايه؟ ملكيتي للجزء ده اللي هو الصيدليه اللي هي بتاعتي، فبنسميه عائد ملكيه. فجمع عائد عوائد ملكيه، يعني اي حاجه تبع الفلوس اللي بتجيلنا نتيجه ملكيتنا لحاجه معينه. هنا في المثال بتاع المستشفى وليكن الوحدة دي، ممكن حتى كلية تجارة بتأجر الوحدات اللي هي مساحة معينة للمطاعم، للكافيهات اللي جوه، لأي شيء بقى جوه، يعني عامة لأي محل أو أي استثمار جوه، ده كله بيكون اسمه عائد ملكية. ما هو الناس دي بتدفع عوائد أو تدفع إيجارات للجامعة، قيس على كده امثله تانية كتير، انت كده وضحت لك الصوره. الحاجه التانية يا صديقي وهي حاجه اسمها حصيله بيع سلع وخدمات، ودي باينه من اسمها، وليكن ان انا نفس الكليه بتاعه التجاره. وتعال نغير المثال ده بمثال المستشفى. انا مستشفى حكومي، بعمل ايه؟ والله انا بقدم لك حاجه من اتنين، يا اما بقدم لك علاج، ان انا بعمل لك عمليه علاج ودي بنسميها خدمه، او ان انا ممكن اديك دواء، والاتنين دول هقدم لك باسعار رمزيه. ليه؟ لان انا مدعم، لان انا تبع الدوله، لان انا حكومي، ولكن الاسعار الرمزيه دي ستيل هتفضل فلوس، والفلوس دي احنا كمحاسبين مطالبين ان احنا كل جنيه داخل وكل جنيه خارج يتحط جوه حسابات، ونكون عارف رايح فين وجاي منين. المهم ان العلاج ده بيصنف عندي خدمه، والدواء ده بيصنف عندي سلعه او منتج. اي حاجة بتنتج عن بيع الخدمة دي او عن بيع السلعة دي بينتج عنها فلوس، اللي هي الفلوس الرمزية اللي احنا اتكلمنا عليها دي، اسمها حصيلة. ان انا بحصل الفلوس اللي انا جبتها من الخدمات بتاعتي ومن السلع، بحطها في حساب اسمه حساب بيع سلع وخدمات. طيب يا سيدي، طب بالنسبة لحساب غرامات وعقوبات، اظن انت مش محتاج شرح، يعني اي غرامة انا كمنشأة حكومية بفرضها على اي حد هي بنسميها غرامات. يعني في حتى كمان في عندنا في المنهج جزء حتى بيجي عليه اسئله، حاجه اسمها المصاريف الاداريه، ودي لسه هنتكلم عليها قدام. وهي ان مثلا وليكن انا لو اي منشاه حكوميه هيجي يدفع لي العميل بتاعي او المستفيد من الخدمه اللي انا بقدمها له، وليكن هيدفع لي فلوس، وليكن الفلوس دي قدرها 500 جنيه فيما اكثر، يعني الفلوس دي كانت اكبر من او يساوي ال 500 جنيه. ال 500 جنيه دول انا باخد من بعد الرقم ده 5% حاجه اسمها مصاريف اداريه. المصاريف الاداريه دي بالنسبه لي انا بحطها في خانه الغرامات والعقوبات. هي بالنسبه لنا غرامه، وهي مش عقوبه، هي غرامه على المبلغ بتاع ال 500 جنيه، وده طبعا بحد اقصى بيكون 7000 جنيه. كده احنا شرحنا جزء بالمناسبه يعني. وبحد اقصى بيكون 7000 جنيه، يعني مهما زادت النسبه 5% دي، وليكن انها طلعت معاك بالاخر ب 100000 جنيه، انت برضو مش تاخد اكتر من ال 7000 جنيه. دي بنحطها تحت بند الغرامات والعقوبات. وكذلك ممكن تقيس على اي حاجه تانية انت بعقلك، اي غرامه او عقوبه هو كتبها في المساله عندك، قال لك ده كغرامه او كعقوبه، حطها تحت بند او في حساب الغرامات والعقوبات. سهله يعني، مش محتاجه حاجه. اما بالنسبه لحساب الايرادات المتنوعه، والله ما ذكرش في المنهج عندنا او في المذكرات حتى الكلمه دي، غير في حاجه واحده اسمها حساب الايرادات السنوات السابقه. وهو اننا مثلا وليكن نفس المثال بتاع المستشفى اللي كان فيه صيدلي جميل بيأجر في الصيدليه بتاعتنا وبيدفع عليها ايجار كعائد ملكيه. الايجار ده لو هو جه في سنه من السنين ما دفعش الايجار ده، بيبدا ان هو يدفعه في السنه اللي بعدها، ولكن بيتحسب عندي من ضمن الايرادات المتنوعه. ليه؟ لان ده اسمه ايراد لسنه سابقه، يعني كان المفروض يدفعها قبل كده بس ما دفعهاش، فبيدفعها السنه دي. دي بحطها تحت بند ايرادات
متنوعه. طيب يا صديقي، انت كده تقريبا عرفت كل اللي انت هتحصله، كده انت عرفت انت هتحصل ايه. يعني ما عادش فاضلك غير حاجه صغيره جدا، يعني نوت صغيره كده، ان حصيله بيع السلع والخدمات بتكون اي رسوم او مقابل بيع او ايرادات جاريه، وركز في التفاصيل دي. والايرادات المتنوعه زي ما قلنا بتكون ايرادات سنوات سابقه. خلي بالك ان في هنا اتنين ايرادات، ان الفرق ما بينهم هنا ايرادات سنوات سابقه، وهنا حاجه اسمها ايرادات جاريه. انت طبعا عارف ان مقابل البيع ده والله يعني انا اضمه تحت بند البيع او من مكاسب البيع. ممكن وليكن ان انا قلت لك ان انا هعمل لك خدمه، ان انا هبيع لك الحاجه دي وخدت عليها مقابل، او مقابل مثلا بيع رسم هندسي. اي مقابل بيع بيصنف تحت بند حصيله بيع سلع وخدمات، لانه في الاخر من ضمن عمليه البيع. الرسوم برضه هتفضل مع حصيله بيع السلع والخدمات. يعني انا صراحه عندي يعني شويه برضه اسئله غريبه، زي ان الرسوم دي ليه مش من ضمن الغرامات والعقوبات، بس يعني مش عارف، هو اللي كان موجود كده في المنهج فاحنا هنمشي وراه يا صديقي. وعارف ان ممكن كلمة رسوم توحيلك للحظة انها تبع الغرامات والعقوبات، ولكن اذا كانت الرسوم دي رسوم على البيع فهنحطها في حصيلة البيع السلع والخدمات. هو حتى الرسوم ما ذكرهاش غير في حصيلة البيع السلع والخدمات، فانا يعني صدقني نفس السؤال جوه عقلي، ولكن احنا هنحفظها بالطريقه دي عشان نكتبها في الامتحان. السؤال التاني زي ما قلنا احنا هنحصل ايه يا صديقي، فلازم نعرف احنا هندفع ايه. هندفع كل اللي هندفعه هو عباره عن استخدامات، والاستخدامات دي عندنا هي المصروفات. خلي بالك كويس جدا من اللي انا هقول لك عليه. الترتيب اللي انا عامله لك هنا واللي لسه هيظهر قدامك يا صديقي مطالب انك تعمله بالظبط، لان الترتيب ده هو اللي هيغنيك بشكل مباشر، هو اللي هيغنيك بشكل تام عن ان انت تحفظ الاكواد، وكمان هيسهل عليك ان انت هتكون حافظ كل ده بترتيب منطقي جوه عقلك. اسال الثلاث اسئله اللي احنا قلنا عليهم: هحصل ايه، هدفع ايه، هحصل ازاي، هدفع ازاي، وبعدين هحصل فعلا وهدفع فعلا، والرقابه. فلو انت سالت نفسك الاسئله دي ورسمت اللي انا هرسمه لك دلوقتي ده جوه عقلك لوحدك بايدك وثبته جوه عقلك، صدقني الموضوع هيكون سهل جدا في الدرسين دول او في الفصلين دول. تعال نشوف المصروفات او اللي انا هدفعه. انا هدفع ايه؟ والله اللي موجود عندنا في المنهج ان احنا ندفعه 5. المصروف الاول عندنا حاجه اسمها اجور وتعويضات، واظن من اسمها مش محتاجه شرح. انا بدفع اجر العامل مثلا، او ان انا بعوض كلاينت او عميل عندي عن حاجه انا عملتها غلط، وليكن ان انا كان المفروض اعمل له عمليه توصيل مثلا لو انا شركه شحن او تبع حكومه الله اعلم مثلا. يعني اي بغض النظر عن ايه الخدمه اللي انا قدمتها له عملت فيها اداء غير كويس، يعني ما هوش كويس ان انا عملت كده، كان المفروض ان انا اعوضه فبعمل له تعويض. الحاجه التانية حاجه اسمها شراء سلع وخدمات، ودي عكس اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه اللي هي حصيله بيع سلع وخدمات. انا لما ببيع باخد فلوس فبيتحسب لي ايراد، انما انا لما بشتري بدفع فلوس فبيتحسب مصروفات. سهله مش محتاجه حاجه. الحاجه الثالثه وهي الفوائد، وعلى فكره البند ده تقيل جدا في الجزء بتاع المدفوعات في الميزانيه الحكوميه عامه، الفوائد بتدفع عليها جزء كبير جدا. الحاجه الرابعه معانا او الحساب الرابع حاجه اسمها مصروفات اخرى، وصدقني ما اعرفش البند ده محطوط ليه، ولكن هو محطوط زي ما انت شايفه كده ومش متحدد ايه هي المصروفات الاخرى، ولكن هو ذكرها انها من ضمن المصروفات. الحاجه الخامسه وهي شراء اصول ماليه، وهو برضو ما اتكلمش عنها ولكن هي واضحه جدا، مثلا زي شهاده استثمار، او ان انا بشتري جوه بنك مثلا اي شهاده بقيمه فلوس معينه، ودي في الاخر اسمها اصول ماليه اللي هي اصول متداوله. فاضل جزء صغير جدا واظن ان هو تافه جدا، وان شراء السلع والخدمات في تحته حسابين: لو هشتري سلع فاسمها شراء سلع، ولو هشتري خدمات فاسمها شراء خدمات. حاجه لوجيكال وبديهي جدا يعني، بس هو ذكرها فلازم احنا كمان نذكرها. صدقني يا صديقي في حاجات كتيره جدا جوه المناهج المصريه عامه مانيش فاهم هي محطوطه ليه، ولكن احنا عايزين نجيب درجات فمش هنقول لا، احنا عايزين نجيب درجات. كده يا صديقي احنا عرفنا احنا هنحصل ايه وهندفع ايه. خلينا نشوف هنحصل ازاي وبعد كده نشوف هندفع ازاي. خلي بالك احنا عندنا هنا حاجه اسمها حسابات مدينه، او حاجه تانية اسمها حسابات دائنه. المدينه هي كل الحسابات اللي هيكون لينا فيها فلوس، احنا اللي لينا فلوس. اما الحسابات الدائنه فهي هتكون علينا فلوس، يعني كل الحسابات اللي هنستخدمها دلوقتي بتعبر عن لينا فلوس او علينا فلوس. هنشوف في كل حساب من الاثنين دول هيطلع منهم نوعين من الحسابات: حساب اسمه حساب وسيط او حسابات وسيطه، حساب اسمه حساب تسويه. وتعالى افهمك قبل ما نبدا دي يعني ايه حسابات وسيطه ويعني ايه حسابات تسويه. بص يا صديقي تعالى نشرحها ببساطه شديده، نفس مثال المستشفى الجميله بتاعتنا. انا مش عارف دي انا برسمها مستشفى ازاي، ولكن اهي يعني عشان تقتنع ان دي مستشفى، دي مستشفى على كده، على اساس ان انت كده عدلتها وحيد ما علينا، يعني هي كده دي مستشفى يا صديقي. المستشفى دي في ما بينك وما بين العميل اللي جاي لك اللي هو هنا انسان مريض. انا مش عارف انا عامله مبسوط ليه،
لا ده المفروض ده انسان مريض، ما يكونش يعني كده، المفروض ما يكونش مبسوط. تعال نخليه حزين، ده راجل تعبان. ايوه، ايوه راجل حزين. الراجل الحزين ده انت عملت له خدمه، الخدمه دي عباره عن العلاج مثلا او الدواء بغض النظر يعني. دلوقتي المفروض ان الراجل ده هيدفع لك فلوس، اللي هو بالنسبه لك انت يعني هو يعمل لك عمليه دفع. الدفع ده بالنسبه لك انت كمستشفى او كوحده حكوميه تحصيل فلوس، هو بيدفع لك ولكن انت بتحصل منه. حلو. الدفع ده عشان يحصل بنحتاج حساب اسمه حساب بيكون ما بينهم كده. الحساب ده بنعبر بيه عن الطريقة اللي الراجل ده هيدفع لك بيها، او الطريقة اللي انت هتحصل بيها. هل الراجل ده هيدفع نقدا؟ هل الراجل ده هيدفع بشيك مثلا؟ هل هيدفع عن طريق فيزا مثلا؟ هل هيدفع عن طريق مثلا البنك على طول؟ يعني ايه طريقة الدفع؟ طريقة الدفع دي بنحتاج لها حساب في النص كده ما بينهم، او ان احنا حد بيستلم الفلوس من الشخص ويديها لك. ده الحساب اللي اسمه الحساب الوسيط. ليه سميناه وسيط؟ لان هو زي ما انت شايف كده الحساب ده ما بين المستشفى اللي هو انت وما بين العميل اللي بيتعامل معاك، فعشان كده سميناه بما انه وسطهم فسميناها حساب وسيط، او بما انها حسابات فخليناها حسابات وسيطه. ادي معنى كلمه وسيطه يعني باختصار، افتكرها دايما بالشرح اللي انا شرحته ده. طب ايه هي حسابات التسويه دي يا ابو حميد؟ والله زي ما قلت لك ده كان السؤال الثاني اللي هو انا هحصل ازاي او هدفع ازاي. لما اجي بقى عند التحصيل فعلا او الدفع فعلا فبيلزمني هنا حساب اسمه حساب تسويه، وهو ده اللي بنعمل فيه خلاص ان احنا سوينا الحسابات اللي ما بيننا، خلاص احنا خلصنا الموضوع، احنا فنشناها. وهي ده معناها الاقفال بطريقتنا المحاسبيه، ان احنا خلاص المعامله دي انتهت بشكل تام، خلصت، راح كل حي راح لحاله، الحسابات كلها بقت في اماكنها، الفلوس بقت في اماكنها في حساباتها الصحيحه. ده معنى حساب التسويه وده معنى الحسابات الوسيطه. تعال بقى نخش نشوف الحسابات المدينه. زي ما قلنا هننزل بيها بسهم كده ونقول اللي فيها نوعين، حسابات تسويه وحسابات وسيطه. هنسال السؤال رقم 2 معانا وهو هنحصل ازاي. والله عندنا في التحصيل 4 طرق وهم كالآتي: حساب اسمه حساب نقدية تحت التسوية، وحساب اسمه حساب شيكات تحت التحصيل، والحساب الثالث اسمه حساب أمر دفع وارد، وحساب اسمه حساب وحدة مركزية. سريعا الموضوع مش محتاج شرح. النقدية تحت التسوية دي والله لما يكون دافع نقدا أو يكون دافع إلكتروني، دفع إلكتروني اللي هو بكروت ائتمان يا صديقي اللي هو الفيزا. طب الشيكات لما يكون دافع بشيك، يعني ما فيهاش اي تفكير خالص. امر دفع وارد دي يا صديقي، عارف انت فاتورة امان او فوري؟ عارف انت لما بنروح ندفع المصاريف بتاعه الكليه بتاعتنا كان بيطلع لنا زي ريسيت كده او فاتوره من فوري، تاخد الرقم بتاعها، الفاتوره تاخد بيكون فيها رقم كده بغض النظر هو ايه، بتاخد الرقم ده للتاجر بيكون عنده فوري وتقول له انا عاوز ادفع فوري. اهو الفاتورة دي بالنسبة لنا اسمها امر دفع وارد. ان انا كوحدة حكومية بأمرك انك تدفع لي انا، عشان كده هيارد ليا، ده اسمه امر دفع وارد. انا لما بروح ادفع الفاتوره دي الفلوس بتتحول للكليه بتاعتي اللي هي هنا الوحده الحكوميه اللي هو انا المسؤول عنها في المثال بتاعنا، ده الامر الدفع الوارد. طيب يا صديقي ايه هي الوحده المركزيه دي؟ والله باختصار مخل جدا، الوحده المركزيه دي اللي هي البنك، الوحده المركزيه دي اللي هي الايه؟ البنك، بس انه يحولك على البنك مش فيها اي حاجه. طيب ديت الطرق اللي هنحصل بيها. والله طب انا لما اجي احصل وعاوز احصل فعلا، خلينا ننهي موضوع التحصيلات ده خالص او المتحصلات، فانا خلاص عاوز بقى ايه؟ اتمم عمليه الدفع. هعمل حسابات اسمها حسابات تسويه، ودي بالنسبه للحسابات التسويه المدينه او الحسابات اللي لما هنسويها هتكون لينا احنا فلوس فيها، هم 3: حاجه اسمها جاري اعتمادات مستنديه، وحاجه اسمها جاري سلف مستديمه، وحاجه اسمها جاري مبالغ مدينه تحت التسويه. يعني انا لما بحب اخلص التحصيل بتاعي واقفله او اعمل له تسويه هسويه في 3 حاجات بس، بالمناسبه دول اللي علينا في المنهج مش الكل، ده بس الجزء اللي موجود عندنا في المنهج، في تاني غيره ولكن احنا مش علينا في المنهج بتاعنا، فنركز في اللي عندنا في المنهج. مش عاوز اتطرق لشرح ال3 دول دلوقتي لان احنا اوريدي هنشرحهم في الجزء بتاعهم، فانا عاوزك تحفظهم لحد هنا كده بالشكل ده. ولكن في نوت صغيره هنا: جاري مبالغ مدينه تحت التسويه دي بنحطها في 3 حالات: لما يكون في عندنا سلف عاملين، احنا عاملين سلف للعاملين بتوعنا، او يكون لينا فلوس، في السؤال بتاعنا بيقول الفلوس دي اللي احنا لينا فلوس فبنحصلها، او ان احنا في ايراد سبق استحقاقه، ان الايراد ده
كان المفروض ان انا اخده قبل كده وما اخدتوش، فبالتالي انا هبدا ان انا احصله دلوقتي. هتقول لي ايه ده يا ابو حميد؟ مش ديت اللي كانت في ايرادات متنوعه؟ ايوه ماشي، ما هو ديت اللي احنا هنحصله اسمها ايرادات متنوعه. لما هاجي اشوف الطريقه اللي هحصله بيها هحصله بايا كانت الطريقه اللي هو الشخص ده هيدفع لي بيها، واحده من الاربعه دول، ما دي الطرق صح. طب لما اجي اقفلها عندنا في حساب اسمه ايه؟ في حساب اسمه جاري مبالغ مدينه تحت التسويه. جاري مبالغ مدينه تحت التسويه. سيبك من دلوقتي من السلف المستديمه ومن الاعتمادات المستنديه، لان هيجي وقتها وهنشرحها عشان ما نطولش وقت الفيديو، لان اصلا الفيديو ده طويل ودسم. نيجي للحسابات الدائنه وهنعمل نفس اللي عملناه، حسابات وسيطه وحسابات تسويه. هنبدا بالحسابات الوسيطه. الحسابات الوسيطه وهي الطرق زي ما قلت لك. الحسابات الوسيطة عندنا في الدائنة اتنين، حاجة اسمها امر دفع صادر، وده اللي في اغلب الاوقات بنشتغل بيه، واللي هو تقريبا انا ما شفتش غيره في الطرق اللي بنستخدمها كحسابات وسيطة دائنة جوه المنهج، بس الله اعلم يمكن يجي النوع التاني عندنا او الطريقة التانية للدائنة او الحسابات الوسيطة الدائنة، وهي حاجة اسمها اذن تسوية. وانا بالمناسبة ما شفتهاش في اي مسألة لحد دلوقتي. في المذكرات كلها ما قابلنيش لسه كلمه اذن تسويه غير في ذكرها في ان هي طريقه وبس، غير ان هي طريقه بس انا ما شفتهاش. اما النوع الثاني من الحسابات الدائنه وهي حسابات اسمها حسابات تسويه دائنه، ودول 4 حسابات احفظهم كالاتي: 3 انواع تامينات، تامينات مؤقته، تامينات نهائيه، تامينات متنوعه، وحاجه اسمها جاري مبالغ دائنه تحت تسويه. ده نفس الحساب اللي هنا، ولكن بدل ما هي مدينه خليناها دائنه. سهله. ال3 تأمينات تحفظهم بالترتيب، وكل حاجة احنا قلناها هنا تحفظها بالترتيب. وبالمناسبة ما تبدأش ان انت حاول تكتب الكلام ده او تسجله وبحيث ان انت عاوز تاخد سكرين شوت. انا مش هخليك تاخد حاجة سكرين شوت، انا هسيب لك الفايل ده جوه الديسكربشن او هرفعه لك على ميديا فاير او ميجا بحيث ان انت تنزله ويكون الموضوع سهل جدا معاك. لو حبيت حتى ان انت تطبعه يكون الموضوع سهل كده. احنا خلصنا احنا هنحصل ازاي وهندفع ازاي، وخلصنا احنا هنسوي فعلا هنعمل ازاي نحصل تحصيل فعلي وازاي هنعمل دفع فعليا. في نقطة أخيرة فاضلة وزي ما احنا قلنا اللي هي الرقابة، ودي بتكون علينا في المنهج في المدفوعات بس قبل ما ابدأ انتقل للرقابة في بس ملحوظة صغيرة. جاري مبالغ الدائنة تحت التسوية، خلي بالك لو خدت بالك الرقم بتاعها 7، وركز ان في ارقام هنا، الارقام دي مش عشوائية، الارقام دي مقصودة وهفهمك دلوقتي بنعمل بيها ايه، فركز في التفاصيل دي حتى هتلاقي ان انا عملها لك بلون مختلف. الحاجه الاخيره ان الحساب بتاع جاري مبالغ دائنه تحت التسويه ده هو فلوس علينا، ضرايب ودمغه، بس لمين؟ لصالح مصلحه الضرايب. لان خلي بالك احنا اتكلمنا عن الضرايب هنا، بس هنا كانت على شكل ايراد. ليه كانت ايراد؟ لان انا اللي بحصلها، انا كمنشاه حكوميه اللي بحصلها. انما لو انا كمنشاه حكوميه هدفع ضرايب او دمغه فدي بتصنف تحت حساب اسمه حساب جاري مبالغ دائنه تحت التسويه، او فلوس علينا، ان هو ذكر ان انا المفروض هدفع فلوس عليا، فبالتالي انا هستخدم الحساب ده. نخش على الحسابات النظاميه سواء كانت مدينه او دائنه. تقول لي يا ابو حميد هو مش انا هدفع بس، او الحسابات الرقابه دي في منهجنا علينا في الدفع بس؟ اقول لك اه. تقول لي طب انت ليه دلوقتي انا شايف في حسابات نظاميه مدينه وحسابات نظاميه دائنه؟ والله اقول لك يا صديقي لان في حالتين او 3 هيقابلونا هيكون فيها رد لجزء من المدفوعات، فبالتالي لما هرد المدفوعات فالمفروض ان اللي انا رديته ده في مقابل هيرجع لي، في حاجه هترجع لي مقابل اللي انا دفعته. الجزء ده بالنسبه لي انا بتاعي ليا، فعشان كده انا هحطه تحت حسابات اسمها حسابات نظاميه مدينه لانها ليا. ولكن انا في الطبيعي مش هستخدمها غير في الوضع ده يعني. وما تقلقش من حوار الرقابه ده، على فكره في الحل بتاعه اسهل ما يمكن، لانه تقريبا كل مره بيكون ثابت، وانت لما تحل بايديك هيكون الموضوع اسهل كتير. تعال نخش على الحسابات النظاميه المدينه. وهقول لك على حاجه، هما الاثنين نفس كل حاجه، يعني سواء الحسابات النظاميه الدائنه او المدينه هتاخد بالك هتلاقي كلمه المبالغ المنصرفه كسلفه مؤقته هتلاقي استخدامات. يعني بص 3 مبالغ 3 استخدامات، اهي 3 مبالغ استخدامات، خلاص ده الفرق. الباقي ثابت. المنصرفه كسلفه مؤقته، المدفوعة مقدما عن اعتمادات مستندية، المدفوعة مقدما عن مشتريات وأعمال، نفس ال3 دول هتلاقيهم هنا اهو. المنصرفة عن سلفة مؤقتة، المدفوعة مقدما عن اعتمادات مستندية، المدفوعة مقدما عن مشتريات وأعمال. حلو الكلام. بس في هنا نوت صغيرة، انت مطلوب منك تحفظ الكلام ده ماشي لحد ما هنشرحه دلوقتي قدام، ولكن في هنا نوت صغيرة لو خدت بالك من الترتيب هتلاقي 2 3 6، هتلاقي ان مفيش هنا لا 1 ولا 4 ولا 5، ودول مش علينا. زي ما قلت لك يا صديقي الارقام دي مهمة جدا وهتعرف دلوقتي ليه. طب يا صديقي احنا كده عملنا احصاء كامل لكل شيء هيتم شرحه، او كل شيء انت المفروض ان انت حضرتك تكون فاهمه وعارفه،
وكل الحسابات اللي انت هتستخدمها. وكمان هنعرف دلوقتي ازاي نعمل تكويد للحسابات دي. الحسابات دي يا صديقي مش مترقمه قدامك عبثيا كده، ما تاخدش اي نوتس، قلت لك هسيب لك الكلام ده جوه فايل. ركز بقى معايا يا صديقي عشان اقول لك على موضوع الكودينج ده. كل حساب من دول انت هتستخدمه في كود يوميه في الشغل بتاعك. لما تيجي تحط الكود بتاعه، انت المفروض هتحط كود لكل واحد من دول. وليكن ان انا شغال على حساب اسمه حساب نقديه تحت التسويه. حلو الكلام ده، انا عاوز اجيب الكود بتاعه. والله في المذكرات وفي المنهج هتلاقيه ان هو حاطط لك الكود بتاعه زي ما هو، بس انت كده مطالب انك تحفظه. انا عاوز افهمه لك هو اصلا محطوط ازاي. شايف الارقام اللي انا حاططها دي؟ شايفها؟ تمام. هتبدا ان انت تمشي ورا المخطط ده من فوق لتحت. ازاي يا ابو حميد؟ هقول لك انا عاوز اجيب حساب ايه دلوقتي؟ نقديه تحت التسويه. خلاص تعالى كده نشوف من فوق لتحت كده. النقديه تحت التسويه ده انت عارف ان هو تبع ايه؟ حسابات مدينه. خلاص يلا بسم الله، يلا انزل كده معايا كده كده، انزل على الخط ده، انزل معاه. هخش يمين ولا شمال؟ شوف كده. تعرف تلعب اللعبه بتاعت المتاهه؟ انت كده بتلعب اللعبه الصح. هتنزل رايح فين؟ ماشي، وتنزل هنا. شايف اللي انت عديت عليهم دول؟ تعال نشوف كده الحسابات اللي انت عديت عليهم. اول حاجه حسابات مدينه انت عديت عليها، رقمها كام؟ 3، يبقى ادي 3. حلو. تاني حساب عدينا عليه، انزل قابلنا حساب مين؟ حساب اسمها حسابات وسيطة مدينة، رقمها كام؟ 2، ادي الاتنين. انزل كمان اخر حاجة وهي ايه اللي انت وصلت لها، اللي هي نقدية تحت التسوية، رقمها كام؟ 1، ادي الواحد. كده حساب النقدية تحت التسوية الكود بتاعه هو الكود ده كده الكود بتاعه. تقول ايه ده لعبه دي يا ابو حميد؟ اقول لك بالظبط، هي لعبه. عارف لعبه المتاهه؟ كل ما تحتاج انك تجيب واحد من الحسابات دي او تجيب الكود بتاع واحد من الحسابات دي، امشي على المخطط ده هيطلع معاك الكود. طب انت تقول لي انا كده مضطر احفظ ده؟ مضطر تحفظه. وده على فكره مش عشان الكود بس، والا كان ممكن انت تحفظه زي ما انت تحب، ولو ان انا ضد الكلام ده، لان انا بحب دايما انت تكون فاهم عميق. ولكن كمان المخطط ده مش بس هيحفظك الاكواد او انك هتكون عارف ازاي تكتب الكود، لا كمان هيخلي الموضوع سهل جدا تذكره وتذكر التفاصيل اللي احنا قلناها لو انت ذاكرتها بنفس الطريقه اللي احنا قلناها. المخطط ده زي ما قلت لك هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، مش هعيدها تاني. موضوع النقديات على التسويه ده لو خدت اي حساب وليكن حساب استخدامات منصرفه كسلفه مؤقته، ابدا من فوق، جايه تبع مين؟ تبع حسابات نظاميه دائمه. انزل انت عاوز تروح يمين ولا شمال؟ يمين، انا عاوز دي. انزل قابلني الحساب، تمام. ايه الارقام اللي قابلتني؟ ادي 1، ادي اول حساب. انا ما دخلتش على دول صح، انا مشيت كده، تمام. ايه الحساب اللي قابلني التاني اللي هو الحساب اللي انا عاوزه اللي هو رقم 2؟ فبالتالي الكود بتاع استخدامات المنصرفه كسلفه مؤقته هي 6. ادي الحساب الاولاني اللي قابلني، والرقم التاني اللي قابلني هو 2. ده كده الكود بتاعه. وهكذا بقى على اي حساب تاني. كده انت مش مضطر تحفظ اكواد يا صديقي، انت بس عليك انك تحفظ ده. وده زي ما قلت لك هيسهل لك ان انت تحط الكود او تحفظه، وكمان هيسهل عليك انك تفهم الفهم العام لمجريات الاحداث. دلوقتي الشرح اللي هنخش فيه هو الشرح الفعلي اللي انت هتحل بيه في المتحصلات واللي انت هتحل بيه في المدفوعات. كده انت ألميت اساسا الدروس دي من قبل ما نبداها. اللي فاضل هي التفاصيل الصغيره. جايز لسه ما اتكلمناش عن الاعتمادات المستنديه والسلف المستديمه والسلف المؤقته، ولكن لسه هنتكلم عنها. يلا نخش في الجزء العملي اكتر عشان تكون عندك القدره على الحل. طيب يا صديقي، الجزء الاول بتاعنا وهو المتحصلات. في السريع كده انا مطلوب مني ايه؟ والله يا صديقي انت مطلوب منك تعرف انواع التحصيل. انواع التحصيل اللي انا هحصله هم 5. 5 على فكرة احنا اتكلمنا عنهم اساسا، هتشوف دلوقتي. يا اما ان انت هتحصل نقدا او الكتروني. نقدا او الكتروني دول يعني اللي هيدفع لك فلوس او هيدفع لك بكروت ائتمان، اللي هي الفيزا يا صاحبي، اللي هي الفيزا. تمام، الفيزا دي كده اسمها دفع الكتروني، كروت ائتمان. طب الحاجة التانية انه يدفع لك بشيك، والحاجه الثالثه وان يدفع لك عن طريق الامر الدفع الوارد، والحاجه الرابعه ان هو يدفع لك عن طريق التحويلات البريديه، تحصيل من التحويلات البريديه. ده انواع التحصيل، يا اما احصل نقدا، يا اما الكتروني، يا اما شيك، يا اما امر دفع وارد، يا اما احصل من التحويلات البريديه. لو خدت بالك اصلا هتلاقي ان الكلام ده بيتعد، احنا كنا لسه عايدينه دلوقتي. يعني كنا لسه لو جيت تبص على انواع التحصيل هتلاقي ان طرق التحصيل تحت اهو، الاربعه دول سهله، يعني احنا اوريدي شرحناها. فاحنا اللي جاي ده تقريبا احنا بنعيده تاني، ولكن بنعيده بالشكل العملي البراكتيكال بتاعنا. تمام، احنا عرفنا الاربع انواع للتحصيل. مطلوب مننا نعمل ايه تاني؟ مطلوب مننا نعرف القيود ونفهم ترتيبها، وده الجزء اللي هنتكلم فيه في المتحصلات والمدفوعات هنا في الفيديو ده. انا في الفيديو ده مش هقول لك
على القيد، ولا هرسمه قدامك ولا حل قدامك حتى اسئله عمليه. لو حابين ان انا انزل لكم فيديو حل الاسئله بتاعت المتحصلات والمدفوعات اكتبوا لي تحت في الكومنت، ولو ان انا ضد ده، لان انت لو اتبعت الطريقه اللي انا بقول لك عليها في متابعه الفيديو ده اللي هو 3 مرات، المره الاولى هسمعه كاملا من غير ما اوقف، المره الثانيه هبدا ان انا اخد جزء، وليكن انا خلصت جزء المتحصلات وخلصته بالجزء ده، خلصت الجزء ده نقدا او الكتروني، هعمل بوز هنا وهبدا ان انا اعيد الجزء اللي فات ده بايدي، اذاكره بايدي بورقه وقلم يا صديقي، واكتبه تاني لحد ما اوصل لمرحله ان انا غالبا اسيب الفيديو ده واكتبه كده من وحي دماغي او من وحي خيالي. كده انت خلصت الجزء الثاني، هتبدا ان انت بقى تمسك سؤال على الجزء ده من المذكره تبدا تحل. اساسا مش تحتاج حد يحل قدامك، وده هيضيع وقتك. عشان كده انا مش هنزل الجزء بتاع الحل الا لما انتوا تطلبوه، ولكني زي ما قلت لك ضد الفكره دي اساسا. الجزء الثاني بقى معانا هنا بعد ما عرفنا انواع التحصيل هو ان احنا نعرف ترتيب القيود وفهمها. هشرح لك ايه القيود اللي هتتنفذ وانت دورك انك تنفذها بشكل قيود، وانا مش هعلمك. بالنسبه للحاله الاولى بتاعتنا يا صديقي وهي نقدا او الكتروني، الاثنين دول نفس الحاله بالنسبه لي، حتى هتلاقي ان هم طالعين من نفس الاسهم، وهتلاقي حتى رقمهم هم الاثنين واحد. تمام. هتنزل كده وهتلاقي ان اول حاجه هتعملها حاجه اسمها اثبات تحصيل. اول كده تعمله لما يكون الطريقه بتاعتك او انواع التحصيل بتاعتك، يبقى انا كده بعمل القيود دي بعملها على اساس ايه؟ بعملها على اساس نوع التحصيل. لو لقيت ان نوع التحصيل بتاعي كان نقدا او كان الكتروني هنتبع الخطه بتاعت هنتبع المخطط اللي انا راسمه لك. هنزل كده اول حاجه بعملها ايه؟ قيد اثبات تحصيل، قيد اثبات تحصيل. حلو الكلام، حلو الكلام. قيد الاثبات ده هتعمله انت طبعا هتروح تشوف في المذكره ازاي بيتعمل، يعني بسيطه مش هحلها معاك. اثبات التحصيل ده لازمته ايه؟ بثبت ان انا المفروض اخد فلوس بمقدار كذا، وبثبت الطريقه اللي انا المفروض احصل بيها. بعد ما اعمل قيد التحصيل يا صديقي، المفروض ان انا اعمل قيد اسمه قيد توريد او تحصيل بقيمه الشيك او للوحده المركزيه، او بقيمه النقدا او الالكتروني. دي يعني دي مش قيمه الشيك، بالقيمه اللي اندفعت، بالقيمه اللي انت حصلتها، بالقيمه اللي انت حصلتها لقاء الخدمه او المنتج او السلعه اللي انت بعتها. انا بعد ما بثبت التحصيل ببدا اعمل ايه؟ قيد فعلا بعمل تحصيل، اللي هو بحصل فعلا، باخد القيمه دي بحولها للوحده المركزيه اللي هو البنك بتاعنا. تمام. طيب يا صديقي كده عرفت ايه القيدين اللي هتعملهم في الحاله دي. يبقى انت كده انت خلاص انت اوريدي عارف من قبل ما تبدا تحل انه ساعه لما يكون المساله بتاعتك نوع التحصيل اللي فيها نقدا او الكتروني اللي هو بكروت ائتمان، هتلاقي نفسك هتعمل القيدين دول. القيد الاول هو قيد اثبات تحصيل، القيد الثاني هو قيد توريد او تحصيل القيمه اللي انت محددها لقاء الخدمه او السلعه اللي انت هتبيعها وتحولها للوحده المركزيه اللي هو البنك. كده انت خلصت المساله اساسا. يعني انا مش هشرح لك حتى القيد، انت كده عارف هتحل القيد ازاي. انت كل اللي عليك بس ان انت تنفذ القيد، يعني انت عارف هتكتب ايه في القيد، بس ده اللي فاضل عليك، ده اللي انت تعمله مع نفسك في البيت. الحساب المستخدم هنا كطريقه للتحصيل، ما انت كده عارف انت هتحصل ايه، وبقيت عارف هتحصل فعلا، بس انت مش عارف هتحصل ازاي. بالنسبه للطريقه دي او النوع ده من التحصيل ان هو نقدا او كروت ائتمان، والله ده بستخدم حساب اسمه حساب نقديه تحت التسويه. ده الحساب اللي انا بستخدم فيه اثبات التحصيل بتاعي. لما بثبت ان انا حصلت بثبته بحطه فيه حساب نقديه تحت التسويه. تقول لي كلام جميل يا ابو حميد، والله يعني انا كده بقيت عارف انا هحل ازاي من قبل ما احل. انت كده عارف القيده تمشي ازاي. الحاجه الثانيه وهي الشيك. لو هيدفع بشيك، الراجل اللي جاي يدفع لك ده يدفع لك بشيك، فبالتالي انت هتحصل عن طريق الشيك. فانت هتعمل اول حاجه اسمها قيد استلام شيك. سيبك من امر الدفع ده، الامر الدفع ده هيجي من امر الدفع. هعمل قيد استلام شيك. طب بعد ما بعمل قيد استلام شيك يا ابو حميد اعمل ايه؟ هعمل قيد نفس القيد الثاني بتاعي اللي هو قيد توريد او تحصيل عند البنك او الوحده المركزيه. يعني انت بتروح تحوله للوحده المركزيه. تعال نمسح الكلام ده عشان تبقى واخد بالك اكتر معايا. يعني انت بمجرد ما تعمل قيد الاستلام بتاع الشيك هتنزل تعمل ايه؟ شوف السهم نازل فين؟ نازل على نفس القيد الثاني بتاع الجزء الاولاني اهو اللي هو نقدا او الكتروني. احنا عملنا قيد اثبات وبعدين عملنا قيد تحصيل، هنا عملنا قيد اثبات استلام الشيك وبعدين تعمل قيد تحصيل. طيب ايه الحساب اللي هستخدمه هنا يا ابو حميد لو كان الشيك؟ انت اكيد عارف، ما هو اصلا انت عندك 4 انواع للطرق اللي بحصل بيها. احنا خلصنا النوع الاول صح؟ خش على النوع الثاني. كان اسمه ايه؟ كان اسمه شيكات تحت التحصيل. ايه ده مترتبين يا ابو حميد؟ والله مترتبين.
حته الحساب الاولاني ده موجود هنا اهو. يعني لو رجعنا كده في الصفحه السلايد اللي فاتت هتلاقي ان ايه، ان عندك اول حساب هنا اللي هو النقديه تحت التسويه. ايه ده تاني حاجه عشان هي تحت التحصيل. ايه ده لا يكون يا ابو حميد الحساب اللي جاي هو الامر الدفع الوارد والحساب اللي بعده هو الوحده المركزيه. ايه ده انت نبيه يا صديقي، والله نبيه. تعالى كده نشوف الحساب الاول وحساب نقديه تحت التسويه، والتاني فعلا هو اسمه حساب شيكات تحت التحصيل. طب لو انا هحصل يا ابو حميد بامر دفع وارد اعمل ايه؟ والله اول حاجه اعملها برضه هعمل قيد اسمه قيد اثبات استلام امر دفع. المره دي سيبك من الشيك، لو شيك استخدم شيك، لو امر دفع وارد استخدم امر دفع، ما فرقتش. بعد ما بعمل كده والله شوف السهم نزل فين اهو، جميل اهو نازل على نفس القيد، هحوله للوحده المركزيه. ايه ده يا ابو حميد؟ ايه ده انا بعمل نفس الحاجات تاني. هي دي كل الفكره اصلا، وهم تلاقيهم مفصولين عن بعض او كل جزء من ده. يعني ده بالنسبه للمنهج الجزء ده كده، ده جزء له حل، وده جزء له مسائل وحلها، وده له جزء له مسائل وحلها، وده جزء له بس هم واحد. يعني اصلا مش عارف ليه تم فصلهم، المفروض يتشرحوا بالطريقه دي، ولكن مش قصه. طب ايه الحساب بقى المستخدم في الامر الدفع الوارد يا صديقي؟ طبعا انت بقيت عارف خلاص، ما انت ماشي بالترتيب اساسا. ايه هو امر دفع وارد؟ اهو امر دفع وارد. تعال بص كده على السلايد اللي فات، فين الطريقه الثالثه اهو امر دفع وارد تحت. لو بصيت على الحسابات الوسيطه اللي هي بتعبر لي ايه عن الطرق، ايوه بتعبر لي عن الطرق، امر دفع اسمه امر دفع وارد. طيب انت كده اوريدي بقيت عارف اصلا ايه اللي هيحصل. على فكره اخر طريقه طبعا الحساب اسمه حساب امر دفع وارد. الطريقه الرابعه معانا واحد هنا في تركه صغيره، وان انا في الاول بعمل قيد تحصيل ان الهيئه بتاعه البريد نفسها استلمت ايه؟ المبلغ، الفلوس. هي التحويلات البريديه دي ان انا في واحد المفروض يدفع لي فلوس ما بيدفعليش انا بطريقه مباشره. يعني مثلا انا الوحده الحكوميه دي، الوحده الحكوميه دي انا بتعامل معاها مع شخص، يعني وليكن عملت خدمه لشخص، وليكن انا يعني وحده حكوميه خاصه مستشفى مثلا. يعني فالمفروض ان انا عملت له اشاعات مثلا، والاشاعات دي بفلوس، الفلوس دي المفروض يدفعها لي. فهو ممكن يعمل لي حاجه اسمها تحويل بريدي، او ان انا هيدفع لي عن طريق البريد. يبقى هنا كده مصلحه البريد هي اللي هتاخد الفلوس من الشخص ده وهتوصلها لي. حلو الكلام. فدي اسمها تحويلات بريديه. فانا كده بحصل عن طريق البريد. فاول حاجه لازم اثبت ان البريد ده اساسا استلم من الراجل ده الفلوس، فعشان كده بنعمل قيد اسمه قيد اثبات التحصيل عند هيئه البريد. هنا المقصود ان انا اثبت ان البريد استلم فلوس من الشخص ده. طب بعد ما بثبت ده بعمل قيد تاني اسمه قيد استلام امر دفع وارد من البريد باجمالي الحوالات. ده معناه ايه يا ابو حميد؟ ان البريد ده انا بعمل له امر دفع وارد، بعمل للبريد ده فاتوره من عندي فوري كده، واقول له ادفع لي على الرقم بتاع الفوري ده. ده امر دفع بيردني، وارد يعني جاي ليا، هو وارد ليا انا كوحده حكوميه. بدل الامر ده للبريد عشان يدفعه من خلاله، فكده استلم امر دفع. ده اسمه قيد استلام امر دفع من البريد باجمالي الحوالات. تمام كده، انا وكأن البريد بقى هو الوسيط ما بيني وما بين العميل. طب تالت حاجه انت اكيد متوقع، هروح بعد ما استلمت الدفع ده هعمل قيد تحصيل، هحصل امر الدفع ده اللي هو هحصل فعلا. كده يا صديقي انت عرفت الاربع دروس او الاربع نقاط او الاربع اشكال المسائل اللي بيجوا في المتحصلات اساسا، وعرفت القيود. لو مشيت ورا المخطط ده دي القيود اللي انت هتعملها، مش هتعمل غيرها، مفيش. دي الاسئله، انت كده خلاص عارف السؤال بيتكلم في ايه، مش هيطلع بره دول. دي الطريقه العامه. طبعا مفيش اي تريكات، الموضوع بسيط جدا وسهل، مفيش حتى غير التحصيلات البريديه دي وانت خلاص فهمتها. لو ما فهمتهاش ارجع لورا الجزء ده وعيده تاني هتلاقي ان انت فهمتها. طيب انت كده يا صديقي خلصت المتحصلات. انت متخيل طبعا ما تاخدش سكرين شوت، انا هسيب لك المخطط ده برضو هسيبه لك في الديسكريبشن. طيب يا صديقي زي ما قلت لك لحد هنا انا عاوزك تعمل بوز. بعد ما تعمل بوز انا عاوزك ترسم المخطط اللي انت شايفه ده. المخطط ده كده كله ترسمه بنفس الطريقه اللي انا قلتها لك دلوقتي. استحضر الشرح ده وحاول تشرحه لنفسك وترسمه بايدك بنفس الشكل ده عشان ما يتوهش، بنفس الشكل. فاهمني؟ بعد ده بفرض ان انت اتفرجت على الفيديو ده مره كامله، انا بقول لك على المكان اللي انت تعمل فيه بوز اهو عشان ما تتوهش هتعمل بوز فين. عملت كده يا صديقي؟ اتمنى تكون عملت كده في المره الثانيه، وتعالى نكمل. كده يا صديقي احنا خلصنا المتحصلات. فضل غير تركايه بس قبل ما اقولها، احنا ما قلناش الحساب بتاع التحصيلات من التحويلات البريديه، وهي طبعا انت استنتجتها اللي هو الحساب الرابع معانا اللي هو الوحده المركزيه. ده الحساب المستخدم في التحصيل بالطريقه بتاعه التحويلات البريديه.
كده انت معاك المخطط بتاعك يا معلم، دورك انت انك تذاكره وتحل عليه. اخر ملحوظه معانا، بص يا صديقي، اذا اللي دفع عندك او اللي جه دفع بطريقه النقد، نقدا دفع بفلوس كاش او دفع بشيك، ففي هنا قاعده نطبقها. ايه هي القاعده دي؟ القاعده دي بتقول انه لو دفع مبلغ كان 500 جنيه او اكثر، يعني كان المبلغ اللي هو دفعه ده بيساوي او اكبر من ال 500 جنيه، هيطبق عليه غرامة اسمها مصاريف إدارية عبارة عن 5%. ال5% دول بحد أقصى هيكونوا 7000 جنيه. يعني إيه الكلام ده يا أبو حميد؟ وليكن المبلغ اللي هو دفعه ده هيكون 100000 جنيه. ال100000 جنيه دي هتيجي تبص عليها هتلاقي إن هي أكبر من ال500، تمام؟ يبقى أنا هبدأ أحط عليها غرامة مصاريف إدارية 5%. هروح ضارب ال100000 جنيه في ال5 على 100، هتلاقي إن هي بتساوي 5000 جنيه. لو كانت، بص على كده على 5000 جنيه دي، ال 5000 جنيه دي هو هيدفعهم. لو كان ال 5000 دي اكبر من 7000، يعني لو الرقم اللي طلع معاك هنا ده كان مثلا ب 8000 جنيه، لا احنا هناخد برضو ال 7000 جنيه بس، هناخد برضو الايه، ال 7000 جنيه بس. يعني هو لو كان اكتر، لو كان جاب 8000، لا انا هدفع بس ايه، السبعة مهما يزاد بقى، يعني مهما زادت القيمة دي. بس ادي النوت الصغيرة اللي عندك، خلينا نشوفها. لو كان التحصيل بالطريقتين دول اللي هو نقدا او بشيك، هتبدأ ان انت تشوف المبلغ بتاعك. لو كان 500 جنيه او اكثر هيتم وضع مصاريف ادارية 5% بحد اقصى 7000 جنيه. طب دول هيتحطوا في خانة ايه؟ هيتحطوا في خانة غرامات وعقوبات. سهلة يا صديقي، سهلة. معاك المخطط بتاعك، عليك تذاكره وتحل عليه. تعال نخش على الجزء اللي بعده اللي هو المدفوعات. المدفوعات هتلاقي ان انت عندك طرق الدفع زي ما قلت لك اتنين، حاجه اسمها امر دفع صادر وحاجه اسمها اذن تسويه. وزي ما قلت لك انا ما شفتش دي لحد دلوقتي في الاسئله، كل اللي انا بشوفه تقريبا هو امر دفع صادر، ما شفتش غيرها. ما اعرفش صراحه لو حد لقاها ولا لا، بس انا مش لاقيها في المذكرات يعني، فاكتبوا لي تحت في الكومنتس. وبنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها في المتحصلات هنشتغل بيها في المدفوعات. احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا نعرف اول حاجه هدفع ايه. بص يا سيدي، المره دي المدفوعات يعني تقيله شويه، فركز، وعاوزك لو كوبايه الشاي خلصت تعمل بوز هنا وتعمل كوبايه شاي تانية، علشان يعني الموضوع هيبقى يعني تقيل شويتين، 3 اوكي 4 بس. هتبدا انت تلمها مع تبعيتك لفيديو، هتبدا ان انت تفهمها. انصحك ما توقفش في المره الاولى اطلاقا عشان الموضوع ما يتوهش منك. نخش بقى في المدفوعات. انا هدفع ايه؟ ده السؤال. بص يا سيدي، ادي الخمس اشكال للدفع او 5 انواع الدفع بتوعي. ال5 دول هيتلخصوا كالاتي: حاجه اسمها امر دفع صادر، حاجه اسمها سلف مستديم، حاجه اسمها سلف مؤقته، وحاجه اسمها دفعات مقدمه، وحاجه اسمها اعتمادات مستنديه. يعني ايه؟ انزل بالترجمه وحيد واحده واحده. امر الدفع الصادر اظن هيكون سهل عليك استيعابه، لان انت اوريدي خدت امر دفع، ولكن خدت امر الدفع الوارد. ايه الفرق ما بينه وما بين الصادر؟ والله هو اسمه بيوضح. انا بعمل امر للدفع، امر الدفع ده لو وارد يبقى هيرد ليا، هيجيلي، يبقى انا كده اللي هاخد فلوس، معنى كده ان ده اسمه تحصيل. طب لو انا عملت امر دفع، انا بأمر حد ان هو بيدفع، بس الفلوس دي هتصدر مني ولا هترد ليا؟ لا ده صادر يا ابو حميد، صادر يبقى هيطلع مني، يبقى انا اللي هدفع الفلوس، يبقى انا اللي هعمل امر الدفع. بالتالي كده انا هعمل عملية دفع، يبقى النقدية عندنا اللي هتقل، عملية دفع. الموضوع بسيط جدا يعني، وارد الفلوس بتجيلي، صادر يبقى انا اللي هعمل ايه العمليه دي، انا اللي هدفع، بالتالي انا اللي نقديتي هتقل. ده باختصار شديد ايه الفرق ما بين الوارد والصادر. وارد يبقى انا الفلوس اللي هتجيلي جايه من وارد يرد ليا، ويصادر يبقى انا اللي هودي الفلوس دي لحد تاني. طيب ايه هي السلفه المستديمه دي يا ابو حميد؟ والله قصه السلفه المستديمه دي سهله جدا برضو. تعال احكي لك حكايه. ادي منشاه، المنشأة دي وليكن نفس المستشفى اللذيذة بتاعتنا، انت محاسب في الوحدة الحكومية دي مستشفى حكومي وانت ايه محاسب فيها. وليكن ان انت مسؤول عن اعادة صيانة جزئية من المكاتب، او مكان كده في مكاتب، او دي وحدة، او دي غرفة جوه المستشفى. الغرفة دي انت مسؤول عن بعض التكاليف اللي فيها، او انت المسؤول انك تتعامل بالتكاليف اللي فيها. يعني من الاخر انت اللي هتعمل شوية حاجات هنا، انت اللي هتكون مسؤول انك تعمل اعادة صيانة مثلا، ممكن تكون عندك مكاتب جوه فانت محتاج تعمل لها ترميم مثلا، في مصاريف هتدفعها في المكان ده، في مصاريف انت هتدفعها. فبتقوم المستشفى عامله لك امر دفع صادر
على هيئة السلف المستديمة. يعني ايه الكلام ده يا ابو حميد؟ يعني المستشفى هتروح مطلع لك امر دفع، امر الدفع الصادر ده هي اللي هتدفعه صح، يبقى بيديك فلوس بس على شكل ايه؟ على شكل امر دفع صادر. حلو الكلام، حلو الكلام. امر الدفع ده انت بتاخده في صورة سلف مستديمة. السلف المستديمة ده مبلغ من المال، فلوس الشركة او الوحدة الحكومية اللي انت شغال فيها بتدفعها لك مقابل انك تقوم بفعل مجموعة من المهام او مهمة بشكل دوري. عشان كده سميناها مستديمة، لان احنا بنعملها دايما. جاي من ايه؟ من دايما، هنفضل نعملها كل شهر كل شهر، وفي نهاية كل شهر المبلغ ده بنعمل له استعاضة، يعني بنجدده تاني، بنديهولك تاني، بس كل شهر بيكون القيمة دي مختلفة. انا بحسب القيمة بتاعت السلفة المستديمة دي ازاي؟ فليها قانون هنحكي فيه كمان شوية. يبقى السلف المستديمة ده مبلغ من المال الوحدة الحكومية اللي انا شغال فيها تديها لي عشان اقوم لها، هي اقوم للشركة نفسها بمهمة معينة. المهمة دي انا بعملها بشكل دوري كل شهر، وبيتم في نهاية كل شهر استعاضة المبلغ ده تاني، او ان بنعمل اعادة تاني، او ان احنا بنستعيد المبلغ ده تاني علشان نعمله للشهر اللي بعده. وبنحدد القيمة بتاعت السلف المستديمة عن طريق قانون السلف المستديمة او قانون متوسطات السلف، فده هتشوفوه كمان شوية. نخش على السلف المؤقتة. والفرق ما بين السلف المستديمة والمؤقتة يا صديقي هي في تعريفها، هي في الكلمة اللي مكتوبة. السلف المستديمة بنعملها دايما كل شهر، اما السلف المؤقتة فهي مرة واحدة. يعني الفرق ان ده بنعمله كل شهر، ده بنعمله كل شهر. كل شهر بنعمل السلف المستديمة دي للعامل بتاعنا عشان يقوم بنفس العمل كل شهر. انما السلف المؤقتة لا، هو في مهمة واحدة، في حاجة حصلت انا عاوز حد يعملها، اروح ادي فلوس للعامل بتاعي انه يعمل لي مهمة على شكل ايه؟ على شكل سلفة مؤقتة. دي بنعملها مرة واحدة. بنعملها ايه؟ مرة واحدة، عشان كده بنقول عليها مؤقتة. دي مستديمة بنعملها كل شهر، وبيتم في نهاية كل شهر استعاضتها مرة أخرى. إنما السلف المؤقتة لا يتم استعاضتها. ليه؟ لأن أنا هستعيدها تاني. ليه؟ ما هو أنا خلاص خلصت المهمة اللي أنا كنت عاوز أعملها، لا يتم استعاضتها. خلاص، ده الفرق ما بين السلف المستديمة والسلف المؤقتة. طب ايه الدفعات المقدمه دي يا ابو حميد؟ الدفعات المقدمه يا صديقي، وهي ان انا دلوقتي ممكن في بعض الاحيان بنضطر ان احنا ندفع دفعه مقدمه نتيجه خدمه او بضاعه مثلا، فبندفع لها جزء في البدايه من ثمنها. دي كده معناها كلمه دفعات مقدمه، اظن سهله يعني واضحه منها. الاعتمادات المستنديه دي هي اللي ممكن شكلها يخوف شويه. تعالى بس ايه نعمل لها تفصيل هنا كده، اخدك في قصة بسيطة. الاعتماد المستند ده يا صديقي باختصار، الدولة في اوقات تحب انها تشتري بضاعة بس منين؟ من بره مصر، من الخارج. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. فبتقوم تعمل حاجة اسمها فتح اعتماد مستندي. ليه؟ ده بالظبط كده وكأنك بتفتح حساب بقيمة العملة الأجنبية اللي انت هتشتري بيها البضاعة، لأن انت هتشتريها منين؟ من برا مصر. بتقوم الاعتماد ده بيدفع للتاجر اللي جاي من برا مصر عشان ناخد احنا البضاعة. تمام؟ ده اختصارا الاعتماد المستندي. الاعتماد المستندي ده ممكن يكون بيتنفذ على سنة، ممكن يكون بيتنفذ على سنتين. في حالة الاعتماد المستندي ان هو ينفذ في سنة واحدة، فانت عندك حالتين تانيين. ايه هما الحالتين دول؟ يا اما ان هتنفذ البضاعة كلها. يعني ايه هتنفذ البضاعة كلها؟ يعني انت استلمت البضاعة كلها وهتثبت الكلام ده في الدفاتر بتاعتك، يا اما انك تستلم جزء منها. فبالتالي انا هيكون عندي هنا خطوات اطول شوية، لان انا هستلم جزء وبعد كده هثبته، والباقي من فلوسي هيترد لي، فانا برضو هثبته. خلاص، هنبدا طبعا هنشرح القيود وترتيبها دلوقتي. السنتين هنعمل كل سنة لوحدها، هنعمل السنة الأولى لوحدها وهنعمل السنة التانية لوحدها. كده انت بقى عندك ترتيب للأحداث جوه عقلك. حلو الكلام، حلو الكلام. تعال نشوف الكلام ده على هيئة جدول ظريف لطيف كده، برضو انا عملته لك وبرضو هسيبه لك في الملف تحت في الديسكريبشن عشان ما ترهقش نفسك بعمله. بس زي ما قلت لك لازم انك توصل لمرحلة انك بتعرف تعمله لوحدك، او حتى انك تعمل واحد مشابه ليه بس بطريقتك الخاصة. اهم حاجة تكون فهمت الفهم العميق للمنهج.
تعالى بقى يا صديقي نعمل تبسيط شامل لكل اللي احنا قلناه ده، ونفهم القيود اليوميه اللي انت هتشتغل عليها. زي ما قلت لك انا مش هشرح القيد في حد ذاته، ولكن هنشرح ايه اللي انت المفروض تنفذه في القيد. يعني انت وانت بتعمل القيد تكون فاهم انا هنفذ ايه بالظبط. طريقه القيد نفسه المفروض انت عارف ازاي بتكون القيد، وكمان موجود في المذكرات، وده انت هتحله بايدك مش انا اللي هعمله عشان ما اضيعش وقتك. بص يا سيدي، شايف الاربعه دول، امر دفع صادر وسلف مستديمه وسلف مؤقته ودفعات مقدمه، دول على نفس الخط. لو خدت بالك هتلاقيهم على نفس الخط اللي انا عامله. هتلاقي ان الجزء ده بس هو اللي طالع لفوق، سيبك من الجزء اللي طالع لفوق ده، هات اللي على الخط الواحد انزل بيهم الاربعه. اول حاجة هتعملها في الاربعة اثبات عملية اصدار امر دفع بقيمة معينة. امتى بتكون بقيمة معينة؟ بقيمة معينة دي لو انا هعمل امر دفع صادر بقيمة السلف سواء كانت مستديمة او كانت مؤقتة، بقيمة الدفعة المقدمة لو انا بتعامل بالدفعات المقدمة. سهلة؟ سهل. نفس الاربعة دول الخطوة التانية المشتركة فيهم كلهم، وهي انك تعمل اثبات صرف من الوحدة المركزية بالقيمة الكاملة، بالقيمة الكاملة لكل دول. خلاص، يبقى انا هعمل اثبات صرف من الوحده المركزيه. يعني ايه اثبات صرف؟ مبدئيا انا بعمل عمليه اثبات لان انا اصدرت امر الدفع او اصدرت سلف مستديمه او سلف مؤقته او دفعات مقدمه بالقيمه بتاعتها. تاني حاجه بعمل اثبات صرف من الوحده المركزيه، يعني صرف من البنك، يعني بعمل اقفال. خلاص، دي دايما اللي هي اقفال الجزء الاول. يعني انا كده باقفل الاثبات ده. الاثبات ده كان اثبات، لا انا عملت له اقفال دلوقتي، حولت الفلوس دي للبنك. حلو. من بعد الخطوة التانية هنبدأ نختلف. هتلاقي في خط كده انا رسمته لك، خط اهو. الخط ده هينزل منه خطوط سودة من كل واحدة، كل واحدة من دول هيكمل بقى. يعني الاتنين الاولين دول مشتركين في الاربعة، ما بعد الاتنين دول هنبدأ بقى ايه نختلف. بالنسبة لامر الدفع الصادر، لو انت المسألة بتاعتك عن امر الدفع الصادر فانت مسألتك خلصت لحد هنا، ما بقاش في حاجة، ما فيهاش في اي كروت تانية هتعملها كده، انت خلصت المساله. اما لو كنت بتسال على السلف المستديمه او كان سؤالك في السلف المستديمه فهتبدا تعمل الاتي. ثالث قيد هنعمله في السلف المستديمه يا صديقي هو ان انا اعمل اثبات لعمليه الشراء واستعاضه المصرف من السلف المستديمه. يعني ايه الكلام ده؟ مش انا اصلا المفروض السلفه المستديمه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مبلغ مالي، فلوس بديها لمين؟ بديها لعامل، في الحاله دي اللي هو انا المحاسب. الشركة الحكومية بتدي فلوس للعامل بتاعها عن طريق أمر دفع صادر على صورة سلفة مستديمة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ليه بنديله ده؟ عشان دايما كل شهر بيعمل مجموعة من المهام أو مهمة معينة هو مسؤول عنها، فالمهام دي محتاجة فلوس. أكيد العامل مش هو اللي هيدفعها، لا الشركة، فبنديها له على شكل سلف مستديمة وبنتم استعاضتها كل شهر، يعني بنعوضها له تاني كل شهر. فالقيد الثالث ده بنسبة عملية الشراء اللي المحاسب عملها، وهنعمل استعاضة المصرف من السلفة المستديمة. لأن عملية الشراء غالبا ما بتكونش بالقيمة الحاجة اللي انت بتشتريها بس، لا انت في قيمة للحاجة او المنتج اللي انت هتشتريه او السلعة، كمان بيكون في ضرائب. غالبا هو بيقول لك في المسألة اذا كان في ضرائب او لا. لو في ضرائب بنحطها في حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية، والقيمة بتاعتنا بنحملها على حساب اسمه حساب امر الدفع الصادر. طلعنا للعامل بتاعنا فلوس عن طريق امر دفع صادر، راح صرفه من الوحدة المركزية، بعد كده راح اشترى واثبت اللي هو اشتراه، وفصله بقى اللي اشتراه ده اشترى بكام والضرائب اللي عليها كام، وحمل كل فلوس في الحساب بتاعها. الخطوة الرابعة او القيد الرابع هو انك تعمل اثبات صرف امر الدفع من الوحدة المركزية بالقيمة الفعلية اللي انا بشتريها. خلي بالك، يبقى انا بثبت هنا او بعمل صرف الايه؟ بعمل صرف للقيمة الفعلية اللي انا اشتريتها. يعني لو هو كان مثلا الحاجة اللي انا اشتريتها ب 750 مثلا، وليكن مكتب، بس المكتب عليه وليكن 50 جنيه ضرايب، انا مش هثبت ال 50 في الصرف او في عملية الصرف، انا مش هصرف ال 50، لا انا هصرف ال 750. ليه يا ابو حميد؟ ما مش ده هندفعها؟ هندفعها، ولكن في حساب تاني اسمه حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كده الاربع خطوات بتوع السلف المستديمة كان انت خلصت البند التاني معانا. نخش بعد كده على السلف المؤقتة. هنعمل نفس الخطوتين زي ما قلنا. اول حاجة هنطلع له امر دفع صادر عشان العامل بتاعنا كان مطلوب منه يعمل مهمة واحدة. ده الفرق ما بين المؤقتة والمستديمة. راجع معايا، المستديمة دايما كل شهر وبنعمل لها استعاضة، المؤقتة مرة واحدة او مهمة واحدة ومش بنعمل لها استعاضة، لان المهمة دي بمجرد ما تخلص مش هنعملها تاني، دي بتبقى مرة واحدة.
هنعمل اول حاجه اثبات لعمليه اصدار امر دفع بقيمه السلفه بتاعتنا اللي هي السلفه المؤقته، وبعد كده هنعمل اثبات للصرف، يعني نروح نصرفها من البنك، وبعد كده هنعمل ايه، نمشي ورا الخط الاسود ده وهنعمل حاجه اسمها قيد نظامي لمراقبه السلفه المؤقته. لو تفتكر قلت لك ان في بعض الاحيان هنضطر نعمل قيد نظامي، ده ليه؟ كمراقبه. ليه؟ بنراقب الفلوس اللي احنا دفعناها دي اندفعت فعليا ولا لا. فبيكون في محاسب او مراقب علي انا كمحاسب، يجي يقول لي الفلوس دي انت دفعتها والفلوس دي انت حصلتها فين، التسميع في الخزينه فين، ما سمعش لسه لان انا لسه ما تمتش فعلا الدفع او التحصيل، ولكن انا بثبته. فالفتره دي لحد ما يتم اثبات الدفع او اثبات التحصيل بيكون في قيد نظامي. حلو الكلام، حلو الكلام. القيد النظامي ده بيكون حسابات اسمها الحسابات النظاميه. القيد الرابع يا صديقي بعد ما تعمل عمليه المراقبه عن طريق اصدار القيد النظامي للمراقبه بتاع السلفه المؤقته، هتعمل حاجه اسمها قيد توريد باقي السلفه لحساب الخزينه الفرعيه. يعني ايه؟ السلفه اللي انت عملتها دي، وليكن السلفه دي الشركه الحكوميه بتاعتك، انت اديك اهو انت محاسب حكومي زي الفل، راجل مبسوط، وليكن انطلب منك من الشركه بتاعتك انك تروح تشتري شاشه، وليكن الشركه صرفت لك 5000 جنيه على شكل ايه؟ على شكل سلفه مؤقته. ليه مؤقته؟ لانك مش هتشتري شاشه كل يوم، انت هتشتري شاشه مره واحده بس، فمش هيتم استعادتها تاني. هي ادتك 5000 جنيه عن طريق اصدار امر دفع صادر، رحت انت صرفتها من الخزينه من الوحده المركزيه وعملت عليها قيد نظامي، بس المفروض تورد الباقي لو هو موجود. الباقي ده اللي هو ايه؟ مثلا ال 5000 جنيه دول بينقسموا عندي لحاجتين، في وليكن ان السعر بتاع الشاشه وليكن 4700 جنيه، وعليهم ضرايب 200 جنيه. حلو كده، فاضل من 5000 كام؟ فاضل، هتقول لي والله يا ابو حميد هنطرح اللي هو الضرايب زائد الفاتوره، هنطرحهم من تمن السلفه. يعني القانون بتاعك هيكون سلفه ناقص فاتوره زائد الايه؟ الضرايب، في قوس هنا وهنا. هنا السلفه عندك بكام؟ ب 5000. ال 5000 دول هطرح منهم ايه؟ هطرح منهم الفاتوره اللي هي ب 4700، الضرايب اللي هي ب 200، يعني دول كده 4900. هطرحهم من ال 5000 بتوعي، هيطلع عندك 100 جنيه. ال 100 جنيه دول هم المتبقي، هم دول اللي هيردوا الخزينه الفرعيه، لان انا ما استخدمتهمش، فكده تكون عملت توريد للباقي. ده القيد رقم 4. بعد كده القيد الاخير في السلفه المؤقته، وهو انك تعمل الغاء للقيد النظامي. مش انت كنت لسه عامل قيد نظامي وقلنا ان احنا عاملينه بشكل كده مؤقت لحد ما يتم العمليه بتاعتنا اللي هو يتم عمليه صرف السلفه وشراء المنتج بتاعنا، صح كده؟ لحد ما اشتريها انا كنت عامل قيد نظامي عشان المراقبه، بمجرد ما اشتريتها هبدا اعمل الغاء للقيد النظامي. الغاء للقيد النظامي ممكن تلخصه في كلمه اقفال، ان انا هعكس بس. طبعا الطريقه بتاعه القيود هتشوفها بقى وانت بتحل، انت وانت بتحل هتستنتج الكلام ده لوحدك، المفروض ان انت اوريدي عارفه. لو حابين ان احنا ننزل ازاي تعمل ده بالحل، ولو ان انا ضد الفكره، اكتبوا لي تحت في الكومنت. نخش بقى على الدفعات المقدمه يا صديقي. الدفعات المقدمه زي ما قلت لك، في بعض الاحيان بنضطر ندفع دفعات مقدمه نتيجه خدمه او شراء بضاعه او ايا يكن، بندفع جزء من القيمه الكامله، بندفع منها جزء بنسميه دفعه مقدمه. وطبعا هنمشي ورا الخط البرتقاني. في الاول هنلاقي ان هو واصل. اول حاجه هنعمل قيدين ثابتين معانا في الاربعه زي ما قلنا: اثبات عمليه اصدار الامر الدفع بقيمه الدفعه المقدمه في الحاله بتاعتنا دي، وبعد كده هتبدا تعمل اثبات للصرف في الوحده المركزيه اللي هو البنك، هتثبت الصرف بكل القيمه، وبعد كده هتخش على الخط الاسود ده وهتبدا تعمل ايه؟ هتعمل قيد نظامي لمراقبه الدفعه. ايه ده نفس الكلام. قيد نظامي هنراقب بيه الدفعه المقدمه زي ما كنا مراقبين بيه السلفه المؤقته. رابع قيد معانا وهو الغاء القيد بالجزء المنفذ فقط. خلي بالك، انا لما بدفع دفعه مقدمه بيتنفذ لي جزء، هلغي القيد النظامي على الجزء اللي اتنفذ بس. يعني وليكن انا كوحده حكوميه عباره عن مستشفى، كنت محتاج ان انا اعمل صيانه. الصيانه دي انا رحت لشركه تانية، شركه صيانه، وانا مستشفى حكومي. تمام الكلام، تمام الكلام. رحت للشركه دي عشان تعمل لي صيانه للمبنى بتاعي او للمكاتب او لايا يكن، ايا كان الحاجه اللي عاوزه تصين جوه. وليكن الدفعه مقدمه ثمنها 100,000 جنيه. الدفعه دي قيمتها مش لازم تتنفذ كلها، لو اتنفذت كلها خلاص هثبتها، هعمل القيد النظامي بيها كلها وبعد كده هلغيها كلها. ولكن في بعض الاحيان ممكن ينفذ لي منها بس 80,000،
فيبقى عندي باقي ما تنفذش لسه 20,000. اروح انا اعمل ايه؟ هروح الغي القيد النظامي بس على الجزء الايه المنفذ فقط، الجزء الايه اللي اتنفذ بس اللي هو 80,000. طب بعد ما اعمل الغاء القيد النظامي هعمل حاجه اسمها استلام امر دفع وارد بالمبلغ الغير منفذ. انا هطلع امر دفع للشركه بتاعه الصيانه. ليه؟ عشان تعمل لي ايراد، اللي هو تديني فلوس، ترجع لي المبلغ اللي لسه ما تنفذش اللي هو كام؟ اللي هو ال 20,000. بعد ما بستلم ده وبثبته بروح اعمل توريد للجزء الغير منفذ الى الوحده المركزيه اللي هو بكام؟ برضه بال 20,000. ما هو بعد ما انا استلمت امر الدفع هبدا بقى ان انا اورده للبنك بتاعي، الحساب البنكي بتاعي، وبعد ما بعمل توريد للبنك اروح الغي القيد النظامي على الجزء اللي فاضل اللي هو ما تنفذش اللي هو ال 20,000. والله سهله. هو دي اطول واحده فيهم ولكن سهله. انا كشركه حكوميه محتاج حد يعمل لي خدمه، وليكن كنت انا مستشفى وعاوز صيانه للمباني بتاعتها، رحت لشركه صيانه بتاعت مباني قلت لها انا هدفع لك جزء مقدم اللي هو 100,000 جنيه، والله اتعمل منه ب80,000 بس. انا المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه اعملها هثبت عمليه اصدار امر الدفع. اول حاجه هثبت ان انا طلعت لك 100,000 جنيه، وبعد كده هثبت صرفها. لما انت تروح تصرف هثبت ان هي اتصرفت من البنك، صح كده؟ طيب لما تصرف من البنك اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل قيد نظامي لمراقبه الدفعه المقدمه اللي هي ال 100,000 جنيه كلها. بعد ما عملت القيد النظامي ده هم نفذوا ب80,000، اروح انا اعمل ايه؟ اعمل الغاء للقيد النظامي بس بالجزء اللي اتنفذ بس، المنفذ فقط اللي هو 80,000. وبعد كده اطلب منهم انهم يدوني فلوس، فانا هعمل لهم امر دفع وارد عشان يدفعوا لي فلوس. امر الدفع الوارد يبقى هي اللي هتردني، هي اللي هتجي لي فلوس. بايه؟ بالجزء الغير منفذ، لان هم لسه ما عملوش الجزء ده. بكام؟ بالقيمه اللي فاضله اللي هي في المثال بتاعنا ب 20,000 جنيه. ال 20,000 جنيه دول انا هاخدهم احطهم في الحساب البنكي بتاعي، انا هعمل لهم عمليه توريد. بعد ما اعمل لهم عمليه توريد هروح الغي بقى، ما انا كنت عامل الغاء القيد النظامي بس الجزء ده بس، طب ما كان فاضل جزء تاني كده ما الغيناش القيد النظامي عليه اللي هو الجزء الغير منفذ، اروح بقى الغيه لما استلم الفلوس. يعني استلم الفلوس الاول وبعدين الغي. ادي يا سيدي الدفعات المقدمه. دورك انت بقى انك تعمل الكلام ده في شكل قيود، تمام؟ زي ما قلت لك انت ممكن بعد كل جزء، يعني ما اخلص الامر دفع صادر مثلا تخش تحل عليه، اخلص انا السلف المستديمه تذاكره وتحل عليه، وهكذا السلف المؤقته تذاكره وتحل عليه. ولو خلاص انت محتاج ان انا اعمل لك الفيديوهات الحل اكتبوا لي في الكومنتس وانا انزلها لكم. كده الدفعات المقدمه. نخش على اخر جزء معانا وهو الاعتمادات المستنديه. احنا شرحنا الاعتمادات المستنديه وان هي طريقه للشراء من الخارج، اساسا الشراء من خارج مصر. الدولة او ليكن المنشأة اللي انا فيها بتروح تفتح حساب اسمه حساب اعتماد مستندي جوه اي بنك، بيكون التعامل فيه بعملة الدولار او عملة خارجية او العملة اللي انت بتتعامل بيها على حسب هم بيشتروا منين. الاعتماد المستندي ده ممكن يكون بيتنفذ على سنة وممكن يكون بيتنفذ على سنتين. والله لو بيتنفذ على سنة او على سنتين انا هبدأ اعمل خطوات ثابتة في البداية ليهم هما الاتنين، زي ما عملنا هنا كده خطوات ثابتة، زي ما عملنا في الاربعة الاولانيين في خطوتين ثابتين معانا، تمام؟ برضو في الاتنين دول سواء كان الاعتماد المستند ده بينفذ على سنة واحدة هنفذه على مرة واحدة في سنة واحدة، او هنفذه على سنتين، في الحالتين انا هعمل قيدين هما الاتين دول. القيد الاولاني هو ان انت تعمل اثبات للشراء عن طريق الوحدة المركزية. هعمل قيد ان انا اشتريت الحاجه اللي انا اشتريتها منه. مش الاعتماد المستند ده انا بفتحه عشان اعمل طلب شراء من الخارج او ان انا اشتري بضاعه من الخارج مصر. خلاص انا عاوز اروح اثبت ان انا اشتريت عن طريق الوحده المركزيه، يعني عن طريق البنك. تاني حاجه هعمل قيد نظامي بقيمه الاعتماد المستندي كامل. خلي بالك من كاملا، من كلمه كاملا دي كلها، يعني انا هثبت القيمه الكامله في الاعتماد المستندي ده واحطه في حساب الاعتمادات المستنديه. حلو، جميل. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده بقى الموضوع بيبدا يتفصل شويه، هنبدا نخش في سهم جديد او هيبدا الموضوع يختلف. لو سنه هنتعامل تعامل ولو سنتين هنتعامل تعامل. يبقى احنا سواء كانت سنه او سنتين هنمشي بالقانونين او هنمشي بالقيدين دول في الاول. بعد القيدين دول هنشوف بقى هننزل مع الاسهم دي. لو سنه يبقى عندك حالتين، يا اما ان هو في خلال السنه سلم البضاعه كلها فانا عملت استلام لكل البضاعه، يا اما ان احنا استلمنا جزء من البضاعه. تفرق؟ تفرق في قيودي. والله يا ابو حميد لو انا عملت استلام للبضاعه كلها فانا هعمل حاجه اسمها الغاء القيد النظامي بالكامل وبارك الله فيما رزق. خلاص مش هعمل حاجه تانية كده، انا خلصت المساله. بس لو عملت استلام لجزء من البضاعه هروح اعمل ايه بقى؟ هروح اعمل الغاء القيد النظامي بس بقيمه الجزء اللي انا نفذته بس.
يعني انا دلوقتي المفروض ان هو يديني بضاعة معينة، انا وليكن اديته مثلا 100,000 دولار. ال100,000 دولار ده هو جه سلمني قبالها، كان المفروض يسلمني قبالها مثلا 1000 قطعة من البضاعة، جه سلفني بس 800. انا لما اجي اعمل الغاء للقيد النظامي هعمله على ايه؟ على اساس الجزء اللي اتنفذ اللي هو ال 800. طب ال 200 دول لا، هورد تمنهم بقى، هعمل توريد المبالغ الغير مستلم بها البضاعة للوحدة المركزية. يعني اشوف قيمة ال 200 دول، شايفهم دول، هعمل لهم ايه؟ توريد للوحدة المركزية، هاخد قيمتهم من الناس دول وهرجعهم للبنك. وبعد كده بعمل الغاء القيد النظامي بالجزء اللي هو ايه؟ اللي فاضل، اللي هو الباقي ده من الاعتماد. كده تبقى انت خلصت لو كان بتنفذ على سنه. تعالى نعمل مراجعه سريعه. الاعتماد المستند ده عندي حالتين، يا اما ينفذ على سنه او ينفذ على سنتين. في الحالتين انا همشي بقيدين. في الاول اعمل اول حاجه اثبات شراء عن طريق الوحده المركزيه، اللي هو انا بثبت ان انا اشتريت البضاعه بقيمتها كامله، وبعد كده اعمل قيد نظامي عشان اراقب على الكلام ده، على البضاعه اللي انا المفروض استلمها والفلوس اللي انا المفروض دفعتها بالقيمه الكامله للاعتماد، اللي هو قيمه المنتجات او البضاعه كامله. بالنسبه للقيود الثالثه او من بعد القيدين دول، اللي هنشوف بقى لو تنفذ على سنه هنزل مع السهم ده كده وانزل معاه لتحت. لو هستلم البضاعه كلها فخلاص انا بعد ما كنت عملت قيد نظامي بالقيمه كامله هلغيها برضو، هلغي القيد النظامي بس من مبلغ كامل. طب لو استلمت جزء هعمل الغاء للقيد النظامي ده بس بالقيمه الجزء او القيمه اللي اتنفذت او البضاعه اللي وصلتني. الجزء اللي انا استلمته ده هو اللي انا هنفذه، هو ده المنفذ، هو ده اللي انا هثبته في القيد النظامي اللي انا هلغيه. يبقى انا هلغي الجزء اللي وصلني، انما اللي ما وصلنيش لا، اللي ما وصلنيش ده بقى انا هعمل بيه توريد. هعمل توريد للمبالغ الغير مستلم من البضاعه، بوردها لايه؟ للوحده المركزيه اللي هو البنك. وبعد ما استلم الجزء اللي فاضل اللي هو اللي انا وردته ده اللي هو ال 200 في حالتنا دي، هبدا ان انا اعمل بقى لل 200 دي ايه؟ الغاء، عشان خلاص انا استلمتها فما بقاش فاضل حاجه ثانيه. كده انت خلصت الجزء بتاع لو على سنه. تعالى بقى نشوف لو على سنتين. خلينا نمسح الكلام ده كده. لو على سنتين يا صديقي بعمل اول حاجه الغاء القيد النظامي بالجزء المنفذ، اللي هو في الحاله دي بيكون السنه الاولى، لان هو على سنتين يا صديقي. سنتين يعني هو بيديك جزء في سنه، السنه الاولى وسنه ثانيه. السنه الاولى بيديك جزء من البضاعه والسنه الثانيه بيديك جزء من البضاعه. خلاص، فانت بالنسبه للسنه الاولى هتعمل الغاء للجزء بتاع السنه الاولى. وليكن نفس المثال بتاعنا ان هو انا طلبت بضاعه ب100,000 دولار. في السنتين دول كان مثلا المفروض يبعت لي 50 في السنه الاولى وب50 في السنه الثانيه. هو جه في السنه الاولى وبعت لي ال50، اعمل الغاء القيد بتاع ايه؟ بتاع ال50 الاولى. طب يجي في السنه الثانيه يبعت لي الايه؟ ال50، برضه هعمل الغاء للايه؟ للجزء الثاني. يعني مش محتاجه حاجه، هروح اعمل ايه؟ استلام السلع الخاصه بالسنه الثانيه. خلاص انا كده استلمت الجزء الثاني. حلو، اعمل ايه بقى؟ اروح اعمل الغاء للقيد بس بتاع الجزء السنه الثانيه. بسيطه يعني، هو كل الموضوع كله يعني انا دلوقتي عملت القيدين الاولانيين دول، اثبتت ان انا اشتريت بالقيمه كامله، عملت قيد نظامي يراقب عليها. بعد القيدين دول هبص بقى على الناحيه الثانيه، على السهم الثاني، هنزل معاه هلاقي ان هو بيقول لي اعمل اول حاجه الغاء القيد النظامي بالجزء السنه الاولى بس، اللي هو ال50,000 الاولى. تمام، بعد كده هستلم منه الجزء الثاني بتاع السنه اللي بعدها، بعد كده هلغيها لان انا استلمتها. يعني كل ما استلم حاجه المفروض الغيها، يعني ما ينفعش الغي القيد النظامي ده اللي هو معمول للمراقبه الا لما استلم كل حاجه. ما هو انا لو جيت الغيت الكل جه المراقب يبص عليها يقول لي انت لغيت الكل ليه؟ ما هو في لسه جزء احنا ما استلمناهوش. فهمت انا اقصد ايه؟ فانت دايما بعد ما تلغي جزء لازم، بعد ما تستلم جزء لازم تلغي القيد النظامي بتاعه، ما ينفعش تلغيه كله مره واحده. عشان كده في الاول احنا حطينا القيد النظامي بتاعك كان بالاعتماد المستندي كامل، وبعد كده بدانا ان احنا نجزء الجزء اللي استلمناه اللي هو السنه الاولى هنلغي القيد بتاعه، استلمنا الجزء اللي بعده هنعمل له قيد وبعد كده نعمل له الغاء. طيب كده يا صديقي انت ما فاضلكش حاجه غير نوت صغيره كده، وهي النوت بتاع السلف المستديمه. القانون بتاعها بنحسبه ازاي؟ حاجه اسمها قانون المتوسطات، بيكون كالاتي: بنجيب متوسط المنصرف في اخر 6 شهور بنضربه في 150%. يعني مثلا وليكن عندك اخر 6 شهور كانت مثلا 1000 او كانت 1000 1200 1600 2000 3 مثلا. يعني بغض 1 2 3 4 5، خلينا في كمان 500 مثلا. وليكن الست شهور دول كده كانوا اخر 6 شهور. لو في غير دول، يعني لو في كمان واحد مثلا وليكن ان هو 500، انا باخد اخر 6 شهور. ادي واحد اهو، 1 2 3 4 5 6، يبقى انا ماليش دعوه بال500 اللي ورا دي. هحسب دول، هجيب المتوسط بتاعهم. يعني ايه متوسط؟ اجيب مجموعهم على عددهم،
عددهم بيكون ثابت معانا اللي هو 6. خلاص، يعني هو هنا ما يشوف مجموعهم كام، 1000 زائد 1200 زائد 1600 زائد 2000 زائد 3000 زائد 500، اقسمهم على الستة، وبعد ما تقسمهم على الستة هتضرب في 150%، هيطلع معاك قيمة السلفة المستديمة. مش محتاجة حاجة، احنا طبعا عارفين ازاي نجيب متوسط لأي حاجة. المتوسط لأي حاجة بيساوي المجموع على العدد، وبعدين تضربه في 150 هيطلع معاك تضربه في 150% هيطلع معاك السلفة المستديمة. كده يا صديقي انت ألميت بكل جزئيات المدفوعات والمتحصلات فهما، وما عادش فاضل غير انك تمسك ورقه وقلم زي ما قلت لك وتذاكر الكلام ده وتبدا انك تحل عليه. انت كده بقيت فاهم الموضوع بيحصل ازاي. وخلي بالك بقى عشان يعني تيبس اند تريكس كده، الكلام اللي انا كاتبه ده طبعا يعني انا هسيبه لك تحت في الديسكربشن، بس عشان تكون فاهم كل واحد من ده هو القيد. يعني ده ترتيب القيود اللي انت المفروض تكون ماشي بيه، واللي ده المطلوب هتحل بيه في الامتحان. الترتيب اللي انا مشيت بيها عشان تفهم لازم تكون مذاكرها، فعشان كده دايما كل جزء اخلصه بعد ما اتفرج على الفيديو مره كامله عشان ما تتوهش. قطع كل جزء لوحده، خد الامر الصادر لوحده، خد السلف المستديمه لوحدها، خد السلف المؤقته لوحدها، خد الدفعات المقدمه لوحدها، وهكذا. المطلوب من حضرتك تمسك الورقه والقلم وتبدا ان انت تنفذ القيود ده بشكل عملي. انا مش هشرح القيود، يعني لو حبيتوا ان احنا نشرحها في فيديو جاي او ان احنا نحل مسائل اكتبوا لي في الكومنتس. الثلاث مخططات دول هتلاقوهم تحت في الديسكربشن، سواء المخطط ده او المخطط ده. طبعا المهم الاهم انك تكون عارف ازاي بيجوا، والمخطط ده الثلاثه دول هيكونوا موجودين تحت في الديسكربشن عشان يكون اسهل عليكم الدنيا. يعني عشان تكون فاهم المخطط ده لازمته ايه يا ابو حميد، ان انت حرفيا تفهم انت هتحل ازاي. انت كل قيد بتعمله ماشي بالترتيب ده، الترتيبات اللي انا مرتبها بالارقام هي ده ترتيب القيود اللي انت المفروض تكتبها في الامتحان. خلاص، سواء المخطط ده او المخطط ده نفس الكلام. انت كده لخصت المتحصلات والحل بتاعهم، يعني انت كده خلاص بتحل. يعني لما اجي احل يا ابو حميد انا همشي ورا الكلام ده، همشي ورا الاوامر بتاعتي. يعني مثلا النقدا او الكتروني اول حاجه بعملها بروح اعمل اثبات قيد تحصيل، وبعد كده انزل بالسهم اللي بعده قيد توريد وتحصيل قيمه الشيك للمعادله المركزيه. انا مش بجيب حاجه من دماغي، انا لو حفظت المخطط ده انا عارف كل واحده من دول هيتحلوا ازاي. ما فاضلش عليه غير جزء القيود، ان انت تعرف ازاي بتكونه. انت فاهم اوريدي انت بتكونه ازاي، ليه ان انت تكونه بقى بايدك، دي دورك انت في البيت. اتمنى يكون الفيديو ده افادك باي حاجه، ولو افادك تقديرا للمجهود ما تنساش انك تدعو لنا بالتوفيق، ووفقنا الله واياكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.